الله وبركاته. طلاب ابلكيشن مواد معهد المساحه، اهلا وسهلا بكم. معاكم المهندس حسن ناجح، وان شاء الله النهارده بدايتنا في ماده اسقاط الخرائط. ان شاء الله تكون بدايه موفقه، ماده جميله، ماده لذيذه، ما فيهاش اي مشكله ان شاء الله. تمام، النهارده هناخد ايه يا هندسه؟ النهارده هناخد المحاضره الاولى، حساب الزمن والموقع. طب انا عايز بقى اقول لك بقى ازاي طريقه المذاكره ليك انت كطالب في معهد المساحه في سنه ثانيه عايز تجيب مجموع. بص يا معلم، كل ماده هيكون ليها كشكول خاص بيها، تمام؟ تقعد بقى كده ورا الفيديو كوبايه القهوه بتاعتك وتكتب ورايا كل ملحوظه وكل قانون وكل فكره بقولها ببقي او كنت كاتبها، لان كل حاجه انا بقولها لك بكون جايبها لك من امتحانات سنين سابقه، بكون جايبها لك من افكار الشتات، فكل حاجه بقولها لك في الفيديو بتكون مهمه جدا جدا جدا. فانا عايزك تكون دي طريقه المذاكره بتاعتك، تكتب ورايا كل حاجه، وبعد ما تكتب المحاضره بتاعتك وتلخصها تعيد بقى مذاكرتها تاني وتحاول تحل ورايا المسائل. يعني اول حاجه مثلا تشوفني بحل السؤال ازاي، تمام؟ وبعد كده تخبي الحل وتحاول انت من نفسك تحل الايه؟ تحل السؤال. طب مثلا جيت احل السؤال بعده، لو الفكره متشابهه انت تعمل ايه بقى؟ هتحاول انت من نفسك تحل. ليه؟ عشان تشغل دماغك اول بقى. واحنا ان شاء الله في ابلكيشن مواد معهد المساحه هنخليك تقفل كل المواد باذن الله. طيب الماده دي هندسه اسقاط الخرايط دي مين اسمها؟ بتتكلم عن ايه؟ قال لك ان الماده دي بتتكلم عن الخرايط بشكل عام، تحديد المواقع، الخرايط المليونيه، وايجاد المسافات على الخرايط، وايجاد مساحات الخرايط، والاحداثيات الجغرافيه. طيب فالماده دي لذيذه، يعني الموضوع بسيط قوي بس محتاجه مذاكره اول باول، لان الماده دي مترابطه ببعض. تمام؟ طيب تعالى بقى نتعرف على الكرة الأرضية بتاعتنا. دي الكرة الأرضية بتاعتنا هندسة بتتقسم من إيه؟ قال لك الكرة الأرضية دي بتتقسم خطوط طول بتتقسم خطوط طول ودوائر عرض. تمام. طيب زي ما انت شايف كده الكرة الأرضية اهي، الخطوط اللي بالعرض دي اسمها ايه؟ دوائر العرض. اما الخطوط اللي بالطول دي اسمها خطوط الطول. طيب يا هندسة، خطوط الطول دي بتقسم الكرة الأرضية بتاعتك لشرق وغرب. أما دوائر العرض بتقسم الكرة الأرضية لشمال وجنوب. جميل؟ تمام، كويس جدا جدا. يبقى إذن الكرة الأرضية هندسة بتقسمها لخطوط طول ودوائر عرض. طيب خلي بالك بقى نقطة مهمة جدا. عندي بالنسبة لخطوط الطول عندي خط الطول الرئيسي، ده اللي بيقسم الكرة الأرضية لشرق، جزء كده في الشرق وجزء فين؟ وجزء في الغرب. تمام. وعندي بالعرض خط العرض الرئيسي، برضو هنا بيقسم الكرة الأرضية لجزء شمالي وجزء جنوبي. بس احنا النهاردة هندرس أكتر خطوط الطول. ماشي يا هندسة؟ طيب خط الطول الرئيسي اللي بيقسم لي الكرة الأرضية لشرق وغرب اسمه ايه؟ اسمه جرينتش. اسمه ايه يا هندسة؟ اسمه خط جرينتش. تمام؟ طيب اسمه ايه؟ اسمه خط جرينتش. طيب بالنسبة يا هندسة زي ما قلت لك انا هدرس النهارده خطوط الطول. عندي كم خط لخطوط الطول؟ قال لك بقى ان الكرة الأرضية بتاعتك متقسمة إلى 360 خط طول. كم؟ 360 خط طول. حلو؟ ماشي. 180 خط طول ناحية الشرق
و180 خط طول ناحيه الغرب. بيبدا ترقيمهم كالاتي. عندك خط جرينتش ده هندسه، ده ترقيمه ايه؟ 0. ليه؟ ببدا منه. تمام. طيب كل ما امشي ناحيه الشرق كل ما بتزيد عندي خطوط الطول. فابدا مثلا ايه؟ خط طول 1 شرقا، بعد كده خط طول 2 شرقا، خط طول 3 شرقا، وهكذا ناحيه الشرق. اما ناحيه الغرب ابدا ازيد في اتجاه الغرب بقى، اقول ايه بقى؟ 1 غربا، اللي بعده 2 غربا، 1 غربا، اللي بعده ايه يا هندسه؟ اللي بعده 2 غربا، وهكذا. طيب في الشرق بفضل ازيد من 1 شرقا لغايه ايه؟ لغايه ما اوصل عند اخر خط طول خالص، اخر خط طول خالص يا هندسه، اللي هو ايه؟ اللي هو 180. اللي هو خط طول ايه يا هندسه؟ 180 ناحيه الشرق. اما في الغرب تفضل تزيد تزيد لغايه ما توصل لايه؟ ل 180 ناحيه الغرب. ده اقصى ايه؟ اقصى خط طول ناحيه الغرب. جميل قوي. طيب زي الفل يا هندسه. يبقى انا كده عرفت تقسيمه الكره الارضيه مبدئيا بالنسبه لخطوط الطول. طبعا بالنسبه ده للعرض هنعرفها من المحاضرات الجايه. خلينا بس ايه في الاول كده كتمهيد وكبدايه نتكلم فقط عن خطوط الطول. ماشي يا هندسه. طيب يبقى اذا انا دلوقتي عرفت خلاص ان خط جرينتش بيقسم لي الكره الارضيه لجزء في الشرق وجزء في الغرب. ترقيم خط جرينتش رقمه ايه؟ 0. تمام؟ اعتبره خط الاصل، هو خط الاصل بتاع الايه؟ بتاع خطوط الطول. ماشي؟ ببدا بقى الترقيم يزيد ناحيه الشرق، 1 شرقا، 2 شرقا، و3 شرقا، وهكذا لغايه ايه؟ لغايه 180 شرقا. اما ناحيه الغرب بيبدا بقى نزيد لغايه برضو ايه؟ 180 غربا، ولكن من هنا ليه؟ للغرب في الاتجاه ده، الشرق في الاتجاه ده. تمام؟ كويس جدا. ماشي يا هندسه. طيب عندك بقى قال لك بقى ان خطوط الطول دي يا هندسه وظيفتها، خطوط الطول دي وظيفتها تحديد الموقع وتحديد الزمن. ايه ده بجد؟ والله خط الطول هو اللي بيحدد لك موقع اي دوله والزمن. طب ازاي؟ انا مثلا ممكن تكون مصر موجوده هنا، ادي مصر، تمام، وهنا مثلا بعدها السعوديه، ممكن يكون الاثنين على نفس ذره العرض، بس ايه الاختلاف؟ الاختلاف في خط الطول. تمام؟ شوف هنا خط الطول بتاع مصر مختلف عن خط الطول بتاع السعوديه. تمام؟ واحنا برضه هنعرف ان كل دوله ليها حدود تقع بين خطي طول، تقع بين دايرتين عرض، وهكذا. ماشي يا هندسه. يبقى انا عرفت دلوقتي ان خطوط الطول هي اللي بتحدد لي المواقع وهي اللي بتحدد لي الايه؟ الزمن. جميل قوي. طيب بالنسبه للزمن يا هندسه، ادي الكره الارضيه اهي. تمام. بالنسبه للزمن قال لك بقى كل ما يكون خط الطول بتاع الدوله او بتاع المكان كل ما يكون في الشرق اكتر، كل ما يكون متقدم في التوقيت اكتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك هنا مثلا دي مصر مثلا تقع على خط طول 30 شرقا. حلو؟ تمام. وعندك هنا الناحيه الثانيه في الغرب مثلا امريكا دي هندسه مثلا تقع على خط طول 170 غربا. قال لك بقى هنا التوقيت في مصر بيكون متقدم عن التوقيت فين؟ في امريكا. ليه؟ لانها ناحيه الشرق اكتر. ده احنا خدناها زمان في اعدادي ان الشرق ان الشمس بتشرق من الشرق، فبالتالي اشعه الشمس بتسقط على الدول اللي موجوده في الشرق اكتر. تمام؟ اسرع من اللي في الغرب، لغايه ما يجي الوقت بتاع الايه؟ لغايه ما تيجي تلف في الكره الارضيه ويبدا تسقط الاشعه على الايه؟ على اللي في الغرب. طيب يبقى اذا بتسقط فين الاول؟ تسقط في الشرق. يبقى اذا التوقيت متقدم فين؟ في الشرق عن الغرب. طب هتقول لي هندسه، طب افرض مثلا
دولة مثلا بيفطروا قبلنا، السعودية. هي مش السعودية بتفطر قبلنا؟ طب انت ما سألتش نفسك سؤال، ليه السعودية بتفطر قبلنا؟ لأن التوقيت عندهم متقدم عندنا. طب ليه التوقيت عندهم متقدم عندنا؟ لأن هم بيقعوا على خط طول متقدم ناحية الشرق أكتر، السعودية على يمنا. افهم الكلام ده عشان هنستخدمه النهارده كتير قوي. تمام. طب وانت في كأس العالم الأخير ده اللي كان في أمريكا، كان بيبقى مثلا الدنيا عندنا هنا الساعة 5 الفجر، وعندهم لسه اليوم يعتبر ايه بيبدأ 12 الظهر. طب ليه؟ لأن احنا متقدمين في التوقيت أكتر عن الايه؟ عن أمريكا، بسبب إن احنا في الشرق ناحية الشمس، ناحية شروق الشمس قبل أمريكا. تمام؟ كويس جدا. طيب يا هندسة، طب مثلا لو أنا عندي دولتين بالمنظر ده، مثلا دولة س ودولة ص، دولة أو مدينة. ركز بقى معايا كويس قوي. مثلا الدولة س دي تقع على خط طول مثلا 30 شرقا. الدولة ص دي تقع على خط طول 10 شرقا. ماشي. وأنا عايز أحسب التوقيت أو الزمن عند س. الزمن عند الدولة ايه؟ س. اقول له ايه؟ هقول له الزمن عند س بيساوي الزمن او التوقيت عند ص زائد ولا ناقص التوقيت بينهم؟ ها؟ حاول انت كده تجاوبها مع نفسك. هتقول لي ان هنا س على يمين ص، يعني زياده اكتر فين؟ في خط الطول ناحيه الشرق. دي 30 شرقا، دي 30 شرقا، ودي 10 شرقا. تمام؟ يبقى على يمينها، يبقى طالما على يمينها يبقى نزود، يبقى زائد. صح ولا ايه؟ مظبوط. طيب العكس بقى، لو جيت قلت لك الزمن عند ص، انا مثلا بحسب الزمن عند ايه؟ عند ص، هيكون بيساوي ايه بقى؟ على حسب الشكل والرسمه، انا مش بحفظ قوانين. يبقى الزمن عند ص بيساوي ايه؟ الزمن عند س ناقص ولا زائد؟ ده هنا ص على يسار س، يعني الشمس هتوصل هنا متاخر عن س، يبقى ناقص ايه يا معلم؟ ناقص الايه؟ ناقص التوقيت بينهم. تمام؟ افهم بقى الحته دي كويس قوي عشان هنرتب عليها كتير قوي النهارده. ماشي. طيب ايه بقى حوار التوقيت ال 12 ساعة والتوقيت ال 24 ساعة؟ قال لك التوقيت ال 12 ساعة ده دي طريقة بحدد بيها الوقت. طريقة ايه؟ بحدد بيها الوقت. التوقيت ال 12 ساعة ده هندسة، ده التوقيت اللي انا متعود عليه، يعني مثلا الساعة 12 الظهر، بعدها الساعة 1 ظهرا، الساعة 2 ظهرا، الساعة 3 ظهرا، الساعة 4 عصرا، 5 عصرا، 6 المغرب، 7 المغرب، وهكذا. ده اسمه التوقيت ال 12 ساعة. اما التوقيت ال 24 ساعة ده ما بيعتمدش كده خالص. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت لما الساعه تعدي الساعه 12 الظهر ابدا زود على 12 دي، تبقى 13 14 15 16. يعني هتلاقي وقت مثلا الساعه 4، الساعه كام؟ الساعه 16. ايه الساعه 16 دي؟ تحولها بالتوقيت 12 ساعه، تطرح منها ل 12 تبقى الساعه كام؟ الساعه 4 عصرا، وهكذا. والناس اللي هي ايه بتتفرج على دوري ابطال اوروبا او ناس بتتفرج على ماتشات، هيقول لك ايه؟ ماتش مثلا الساعه الماتش الاهلي مثلا او ماتش برشلونه الساعه 21 بتوقيت مكه. ايه 21 دي؟ دي الساعه 9 بالتوقيت ال 24 ساعه. طب تعالى مثلا ناخد كده شويه تمرينات على الفرق بين التوقيت ال 12 ساعة والتوقيت ال 24 ساعة. ده مثلا عندك هنا التوقيت اللي هو ال 12 ساعة، وعندك هنا ده التوقيت الايه؟ ال 24 ساعة. طيب بص يا معلم، ايه اللي بيحصل؟ لو انا مثلا عندي دي الساعة 1 ظهرا، بعمل ايه عشان احولها لتوقيت 24 ساعة؟ بزود 12، فيبقى الساعة اسمها كام؟ 13. طب هل يا هندسة لازم اقول 13 ظهرا؟ لا. 13 دي معناها ان الساعة 1 ظهرا، انت الساعة 12 زودت عليها ايه؟ ساعة بقت 13. طيب عندك ايه كمان؟ مثلا لو عندي مثلا الساعة 9 مساء، عشان احولها 24 ساعة بعمل ايه؟ بجمع عليها 12.
فتبقى الساعة كام؟ الساعة 21. يبقى اسمها كده الساعة 21. يبقى أنت في الأسئلة لو شفت الساعة 21 تبقى دي قصده الساعة 9 مساء، شفت الساعة 13 تبقى الساعة 1 ظهرا. طب ناخد واحدة تانية. طب مثلا الساعة 11 مساء، هنيجي نزود عليها 12 فتبقى كام؟ الساعة كام؟ 23. شفت الساعة 23 دي اعرف على طول ان هي ايه؟ الساعة 11 مساء. طب ايه اللي انا بحب اشتغل بيه؟ بصراحة اللي بحب اشتغل بيه والاسهل بالنسبة لك هو التوقيت الايه؟ ال 12 ساعة. عرفت تشتغل ده اشتغل، عرفت تشتغل بده ايه؟ اشتغل. تمام؟ زي الفل. حلو. طيب كلام جميل. عندنا نبدا باول حاجه ان احنا نحسب الزمن. ازاي بحسب الزمن عند دوله معينه؟ قلت لك مين اللي بيخليك تحسب الزمن؟ هو خطوط الطول. خط الطول هو اللي بيخليني احسب الزمن. طب مسائل حساب الزمن هندسه بتبقى عباره عن ايه؟ بص يا معلم، بيديك 3 دول، ركز معايا، او 3 مدن او 3 اماكن. طيب في السؤال بيكون عندك 3 ايه؟ 3 اماكن او 3 دول. طيب اول دولة او اول مكان بيكون معلوم الموقع ولكن مجهول الوقت. حلو؟ يعني ايه؟ يعني بيديك خط الطول بتاعه، لك مثلا دوله تقع على خط طول 30 شرقا ومش مديك الوقت بتاعها. ماشي جميل. تاني دوله بتكون معلومه الموقع وكذلك معلومه الايه؟ الوقت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ القاهره تقع على خط طول 30 شرقا وعندها الساعه 9 مساء. تمام؟ يعني بيديني الحاجتين. والدوله الثالثه بتكون معلومه الموقع وكذلك مجهوله الوقت او الزمن. الوقت هو الزمن، عشان برضو الاسئله دي ساعات يقول لك احسب الوقت او احسب الزمن. حلو؟ طيب ايه اللي بيتم هنا؟ انا كده عرفت لما الاقي سؤال زي كده بيديني مثلا 3 دول، دوله معلومه الوقت مجهوله الموقع، دوله معلومه الموقع معلومه الوقت، دوله معلومه الوقت مجهوله الموقع، يبقى انا كده عرفت ان هو مديني دولتين مجهوله الوقت، يبقى دي مساله الوقت او مساله الزمن. تمام؟ بعمل ايه هندسه؟ قال لك بتستخدم، ركز كده معايا، بتستخدم ديت اللي هي معلومه الموقع معلومه الوقت عشان تحسب بيها الوقت المجهول. ليه؟ لان انت هيكون عندك مجهول واحد بس. الموقع في دي معلوم والموقع في دي معلوم، الوقت في دي معلوم، الوقت في دي مجهول، فانت اصبح عندك مجهول واحد بس. يبقى بعمل ايه؟ يبقى انت بتقسم الصفحه بتاعتك جزئين او بتحل مساله على جزئين. اول جزء هندسه بتحل دي مع دي. بتحل ايه؟ بتحل دي مع دي. تمام؟ وبتحسب الايه؟ بتحسب منها الوقت. وبعد كده الجزء الثاني بتحل دي مع دي وبتعرف تحسب الايه؟ الوقت هنا. شفت؟ يعني المساله بتاعتك بتتقسم الى جزئين. طب تعالى بقى اقول لك خطوات حل الايه؟ المسائل او حساب المسائل بتاعت الايه؟ بتاعت الزمن. بص يا معلم، تيجي مثلا تقول له اولا انا هشتغل مثلا ما بين الدوله دي اللي هي معلومه دي اصبحت الدوله المعلومه ودي الدوله المجهوله. باجي بجيب منهم فرق خطوط الطول بين المعلومه والمجهوله. بعمل ايه هندسه؟ بتجمع او تطرح خطوط الطول. بعمل ايه؟ بجمع خطوط الطول او بطرح خطوط الطول. امتى بتجمع؟ لو عكس بعض في الاتجاه. يعني ايه هندسه؟ يعني كانت الدوله المعلومه في الشرق والدوله الدوله المجهوله في الشرق مثلا والدوله المعلومه في الغرب. قال لك دي في الشرق دي في الغرب. بعمل ايه ساعتها؟ هنا بجمع خطوط الطول. يعني قصدك مثلا لو كانت دي 70 شرقا ودي 30 غربا يبقى فرق خطوط الطول بينهم كام؟ 100. ليه يا جماعه؟ علشان عكس بعض في الاتجاه. يبقى لما تكون عكس بعض في الاتجاه تجمع. طب امتى بطرح؟ لما يكونوا نفس الاتجاه.
لما يكونوا ايه يا هندسه؟ نفس الاتجاه. يعني نفس الاتجاه، يعني الدوله يا هندسه اللي هي الدوله المعلومه دي مثلا في الشرق، المجهوله في الشرق، والمعلومه برضو فين؟ في الشرق، او دي في الغرب ودي في الغرب. يعني لو كانوا الاثنين في الشرق او الاثنين في الغرب يبقى ايه؟ بطرح. طب واخد بالك؟ يبقى بطرح امتى؟ لما يكون نفس الاتجاه. يعني ايه؟ يعني الدوله مثلا المجهوله 30 شرقا مثلا، والدوله المعلومه 20 شرقا، يبقى الاثنين في الشرق، يبقى بعمل ايه؟ بطرح. ماشي؟ تمام. الخطوه اللي بعد كده بنحسب فرق التوقيت بين الدولتين، اللي هو الوقت بين الدولتين. ده بيكون بيساوي ايه؟ فرق خطوط الطول اللي انت بتجيبه من الخطوه الاولى مضروب فين؟ في 4. طب ليه 4 يا هندسه؟ 4 دي لأن قال لك إن الفترة الزمنية أو الفارق الزمني بين كل خطي طول متجاورين، الفارق الزمني بينهم كام؟ 4 دقايق. يبقى أنا بضرب فين؟ في 4 دقايق. ماشي؟ جميل. يبقى أنت كده جبت الوقت بين الدولتين. ماشي. بعد ما تجيب الوقت ده بتضرب الخط الطول في 4 دقايق، ده بيبقى معاك الوقت بإيه؟ بالدقايق. طب أنا عايز أحوله يكون الوقت بالساعات، فبعمل إيه؟ بقسم على 60. طب ليه يا هندسه؟ لان انا عارف ان عشان تحول من الساعه للدقيقه، الساعه فيها 60 دقيقه، لما تحول من الساعه للدقيقه تضرب في 60. طب العكس، لما تحول من الدقيقه للساعه تعمل ايه؟ تقسم على ال60. حلو؟ طب انا هنا بيطلع لي الوقت بالدقايق، عايز اجيب الوقت بالساعات، بقسم على ال60. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه بنحسب الزمن في الايه؟ في الدوله المجهوله، ودي قلت لك في اول الفيديو. على حسب بقى بتشوف تقول الزمن في المعلومه زائد او ناقص الوقت بين الدولتين. امتى زائد؟ بص بقى، هتفتكر دلوقتي. زائد لو المجهوله على يمين المعلومه. يعني هنا زائد لو المجهوله يمين المعلومة. صح؟ طيب ليه؟ لأنها تكون في الشرق أكتر، ناحية الشمس أكتر، فبالتالي متقدمة عنها في التوقيت أكتر، يبقى بجمع. صح؟ طب إمتى ناقص؟ لو المجهولة هي على يسار الإيه؟ المعلومة. بس كده. يبقى أنت كده حليت السؤال. شفت؟ ادي خطوات حل السؤال، وبرضه انا برتبها لك عشان لما نيجي نشتغل ان شاء الله هتلاقي ان كل حاجه مترتبه. وكده كده لما نيجي نحل هيبان اكتر في المسائل. طيب تاني خطوات حساب الزمن، مسائل الزمن. اول حاجه بجيب ايه يا هندسه؟ بجيب فرق خطوط الطول بين الدولتين. طيب لو كانوا الدولتين في نفس الاتجاه، يعني لو كانوا الاثنين في الشرق بتطرح، لو كانوا الاثنين في الغرب بتطرح. طب لو كانوا عكس بعض في الاتجاه، واحده في الشرق وواحده في الغرب، بتجمع. ده بالنسبه لفرق خطوط الطول. تاني خطوه بجيب الايه؟ الوقت بين الدولتين. بضرب فرق خطوط الطول انا جبته في الخطوه الاولانيه في 4. في 4 دقايق هيطلع لي الوقت بالدقايق، اقسم على 60 طلعت الوقت بالساعات. بعد كده بحسب الزمن في الدوله المجهوله بيساوي الزمن في المعلومه زائد او ناقص الوقت بين الدولتين. زائد لو كانت المجهوله دي على يمين المعلومه، انها تكون متقدمه ناحيه الشمس اكتر، فبالتالي متقدمه اكتر في التوقيت، فبجمع. ناقص لو المجهوله على يسار المعلومه، يعني ناحيه الغرب اكتر، متاخره اكتر، يبقى التوقيت فيها ايه؟ متاخر. طب بص بقى كده عندك، عشان في ناس ممكن تتلخبط ما يعرفش ايه الفرق بين التوقيت المتقدم والتوقيت المتاخر. بص يا معلم، تعال نقارن. مثلا لو عندك في نفس اليوم الساعه 11 مساء والساعه 2 صباحا، لو عندك مثلا الساعه 12 ظهرا في نفس اليوم، وعندك الساعه 5 مساء. حلو؟ طيب هنا كده هندسه، مين فيهم الساعه 11 مساء والساعه 2 صباحا، مين فيهم المتقدم ومين فيهم المتاخر؟ يعني مين اللي ناحيه الشرق اكتر ومين ناحيه الغرب اكتر؟ ركز كده. لو في نفس اليوم فتبقى الساعه 11 مساء هي اللي متقدمه، والساعه 2 صباحا هي اللي متاخره. طب ليه؟ اقول لك ليه. انت مثلا دلوقتي اليوم بيبدا من ايه؟ من الساعه 12 بعد منتصف الليل، صح؟ بيكون ساعتها
الساعه مكتوب عليها ايه؟ الساعه 12 صباحا. طب بعد كده الساعه 1 صباحا، الساعه 2 صباحا، انت لسه في اول اليوم بتقول يا هادي. لسه فين؟ في اول اليوم بتقول يا هادي. طيب بتفضل ماشي بقى 4 الفجر، 5 الفجر، 6 الصبح، 7 8 10 الصبح، ها تفضل ماشي بقى 12 الظهر، 1 2 لغايه ما توصل لغايه ايه؟ الساعه 11 مساء. فالناس اللي عند الساعه 11 مساء متقدمين عن الناس اللي عندهم لسه بيبداوا اليوم. فهمت الفكره؟ ماشي. طب اللي بعده، عندك دي الساعه 12 الظهر ودي الساعه 5 مساء، ها دي سهله دي. مين فيهم متقدم اكتر؟ ده الساعه 5 مساء هي اللي متقدمه. ليه؟ لان انا لسه عند الساعه 12 الظهر صلاه الظهر، وبعد كده الساعه 1 2 3 4 5 العصر، يبقى 5 دي متقدمه عن ايه؟ عن الساعه 12 الظهر. فهمت الفرق بينهم؟ مش في ناس كتير وانت هيبان، يعني هيبان في ناس كتير بتتلخبط بين مين متقدم مين متاخر وهكذا. تمام؟ طيب ادينا يا معلم ايه؟ دي قوانين الجزء الاول من الدرس، بسطتها لك وضحتها لك، وكمان لما نيجي نحل ان شاء الله في الاسئله هتلاقي الموضوع بسيط قوي. ماشي. تعالى يا معلم ايه؟ نشوف السؤال الاول. طبعا احنا هنعمل ايه؟ هنحل من امتحانات سنين سابقه. طبعا محاضره النهارده بسيطه جميله. بعمل ايه؟ بنشرح وبعد كده نحل من امتحانات سنين سابقه. بنشرح كل جزء واحل عليه اسئله من امتحانات سنين سابقه. تمام؟ طيب الفيديو اللي بعد كده بقى هيكون حل الشيت بتاعك، هيكون مسائل افكار اعلى شويه، بس انا ليه ما رضيتش احطها في المحاضره النهارده؟ عشان احنا لسه بنبدا السنه، بنقول يا هادي محاضره تكون خفيفه. تمام؟ تمشي كده ايدك شويه، تشغل دماغك كده شويه عشان مصديه من الاجازه، انما بعد كده ان شاء الله في الايه؟ في حل الشيت هتلاقي الموضوع ايه؟ مسائل محتاجه منك شغل اكتر. طيب بص يا معلم، اول حاجه ده من امتحان ايه؟ 2024. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب الزمن في كل من المدينه الف. يبقى انا عندي مدينه الف تقع على خط طول 15 شرقا، ماشي، والمدينه ب على خط طول كام؟ 40 غربا، ماشي، علما بان الوقت في القاهره الاحد 10 مساء وتقع على خط طول 30 شرقا. فانت كده تقول لي هندسه خلي بالك ده انا احسب الزمن. ليه؟ عندي 3 دول، اول دوله معلومه الموقع مجهوله الوقت، ثاني دوله معلومه الموقع مجهوله الوقت، ثالث دوله اللي هي القاهره، اللي هي مدينه القاهره فيها الوقت معلوم وكمان خط طول معلوم، يبقى هي دي اللي هتحل لي السؤال اصلا. طيب اول خطوه بعمل ايه؟ برسم. مهم قوي 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 الرسم. طيب بص يا معلم، اول حاجه انا عارف ان ده خط ايه؟ ده خط جرينتش، صح؟ يعني هنا ايه هندسه؟ يعني هنا خط الطول بتاع الزيرو، صفر، صح؟ جميل. طب تعالى نرسم المدينه الف. تمام، فين الف؟ اكيد في الشرق، صح؟ يعني هنا، يعني الف موجوده هنا كده، صح؟ فتبقى دي يا معلم، فتبقى دي الف. تمام؟ تمام. فتبقى دي ايه يا معلم؟ ألف، ماشي؟ تمام. ألف هنا يا معلم على خط طول كام؟ 15 شرقا، يبقى أجي أقول له كده أدي ألف كام؟ 15 شرقا، صح؟ ناحية الشرق أهي. ماشي. طب تعال نرسم المدينة ب. ب على خط طول كام؟ 40 غربا، خلاص يبقى انا عرفت ان ب موجوده هنا في الغرب. موجوده فين؟ في الغرب. يبقى دي يا معلم ايه؟ ب كام؟ 40 غربا. جميل، زي الفل زي الفل. طيب القاهره بقى على خط طول 30 شرقا. ركز قوي انت بتحط القاهره، ركز قوي. بص انا قلت لك ايه؟ بيبدا عندي ترقيم صفر، بعد كده 1 شرقا 2 شرقا لغايه 180 شرقا، صح؟ طب هتقول لي ال 30 شرقا دي يا هندسه هل قبل ال 15 ولا بعدها؟ بعدها، يبقى اكيد على يمينها، يبقى هنا كده هتكون الايه؟ القاهره، صح كده؟ يبقى هنا كده القاهره. طيب القاهرة كام؟ 30 شرقا وخط والوقت عندها كام؟ الوقت عندها الساعة كام؟ الساعة 10 يوم الأحد الساعة 10 مساء. يبقى الساعة 10 إيه؟ مساء. جميل زي الفل. أديني رسمت. رسم بسيطة خالص. طبعا أنت مش تيجي ترسم له الرسمة دي اللي هي إيه؟ كل الخطوط دي بس عشان دي رسمة توضيحية. إنما أنت ترسمها إزاي؟ هتيجي تعمل دايرة كده. تحط هنا خط جرينتش. عندك هنا ألف 15 شرقا وعندك هنا ب 40 غربا وبعدها القاهره 30 شرقا، بس كل واحده تعملها بلون او كده وانت بتذاكر وشكرا كده.
تمام. طيب يلا اولا الف، يبقى اجي اقول له كده اولا الف. يلا بينا. فاكر الخطوات؟ فاكر الخطوات. اول حاجه بجيب فرق خطوط الطول بين المعلومه والمجهوله، اجمع لو كانوا عكس بعض في الاتجاه، اطرح لو كانوا نفس الاتجاه. طب يلا بينا بسم الله. اول حاجه اقول له هندسه فرق خطوط الطول بين الف والقاهره. ما هي القاهرة اللي هتحل لي القصة بقى كلها بقى، صح؟ طب يلا بينا بسم الله. ركز بقى. ألف على خط طول كام؟ 15 شرقا، والقاهرة 30 شرقا. الحق يا هندسة، ده الاتنين إيه؟ ده الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى أعمل إيه؟ أطرح، يبقى 30 ناقص 15، فيبقى فرق خطوط الطول كام؟ 15 خط. صح؟ تمام. ليه؟ الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى بطرح اكيد يعني. ماشي يا هندسه. ليه طرحت؟ عشان الاتنين في الشرق. ماشي. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه؟ فرق او التوقيت بين الدولتين، صح؟ ماشي. فاجي اقول ايه؟ الوقت بين الدولتين. طيب الوقت بين الدولتين بيساوي ايه يا هندسه؟ بيساوي فرق التوقيت مضروب في 4 دقايق، يبقى 15 مضروبه فين؟ في 4 دقايق، صح؟ الناتج يطلع لي بالايه؟ بالدقائق. هيطلع لي كام؟ 60 دقيقه. طب انا هندسه عايزها بالساعات، عايز الفرق بالساعات، فاقسم على ال60، فيبقى فرق التوقيت او الوقت بين الدولتين كام؟ 60 على ال60، يبقى فيها كام يا هندسه؟ يبقى فيها 1 ساعة. يبقى التوقيت ما بينهم كام يا هندسة؟ ساعة واحدة بس. ماشي. تعال بقى نحسب الزمن. فين بقى؟ في ألف. فاجي أقول له كده الزمن أو الوقت. الزمن في ألف هيساوي إيه بقى؟ كنا بنقول الزمن في الدولة المجهولة بيساوي الزمن في الدولة المعلومة اللي هي كام؟ اللي هي 10 مساء. بص بقى، زائد او ناقص الوقت بين الدولتين، يعني زائد او ناقص 1 ساعة، صح؟ طيب زائد ولا ناقص؟ فكر كده. دي ألف على يمين القاهرة. بص اوضحها لك هنا اكتر. ايه دي؟ خط الطول 30 شرقا اللي هي ايه؟ اللي هي القاهرة، صح؟ ماشي. وعندك دي اللي هي ايه؟ اللي هي ألف. كام؟ 15 شرقا. كده صح؟ لا مش صح. ده 15 تبقى قبل ال 30 يا هندسه. يبقى ايه؟ ايوه ركز بقى في الرسم بقى، ما دي الحاجات اللي بتقع الطلبه. يبقى ألف هنا، صح؟ ألف هنا على يسار القاهرة. طب ليه يا هندسة رسمتها هنا؟ لأن أنا ببدأ من الصفر جرينتش، كل ما أمشي 1 شرق، 2 شرق، 3 شرق، 4 شرق، لغاية ما أوصل لإيه؟ ل 180. فالأرقام الكبيرة أكتر ناحية اليمين يا هندسة. طب هنا لقيت إن الدولة المجهولة على يسار المعلومة ولا على يمينها؟ على يسارها، يبقى كده هي متأخرة عنها في التوقيت، فهطرح ساعة مش هجمع، فيبقى هنا يا معلم الإيه؟ يبقى ناقص 1 ساعة مش زائد. تمام؟ زي الفل. ادي كل حاجة بدأت توضح اهي. ماشي؟ يبقى إذا 10 مساء ناقص 1 ساعة فتبقى إيه يا معلم؟ فتبقى 9 مساء. طب هل أنا تعديت اليوم؟ هل اليوم نطيت في يوم تاني؟ لا، طالما في نفس اليوم تكتب نفس اليوم. هنا كاتب لي لحد 10 مساء، يبقى هنا 9 مساء برضه لحد. لأن أنا ما زلت فين؟ في نفس اليوم. ماشي؟ أنا كده خلصت من الجزء الأول اللي هو إيه؟ ألف. طيب بعد كده أقول له إيه؟ ثانيا باء. صح كده؟ ثانيا ب. ماشي يلا بينا. تمام، يبقى نشتغل على ب.
ماشي يا هندسه. طيب يلا بينا. اول حاجه اعمل ايه؟ فرق خطوط الطول بين ب والقاهره. ما هي القاهره هي اللي هتحل لي السؤال، يبقى هي اللي تحل لي مع الف وهي اللي تحل لي مع ب. يبقى اجي اقول ايه؟ فرق خطوط الطول بين ب والقاهره، اجمعهم لو كانوا في عكس الاتجاه، اطرح لو كانوا في نفس الاتجاه. تعال نشوف. ب على خط طول كام؟ 40 غربا. طب القاهره 30 شرقا. نلحق يا هندسه دول عكس بعض، يبقى اجمع عكس بعض تجمع. تمام. وبرضه عشان تبقى فاهم مش تبقى حفيظ يعني، ركز كده معايا. بص يا معلم، فين القاهره؟ ادي القاهره. فين ب؟ ادي ب، يعني القاهره اللي بالاسود دي وب اللي بالاحمر. شوف بعاد قوي ازاي عن بعض، فده معناهم ان في بينهم فرق خطوط كبير جدا، صح؟ فبجمع. تمام؟ تمام. ليه؟ عشان لسه هبدا من جرينتش، ابدا ماشي لغايه القاهره، لغايه 1 2 لغايه ما اوصل 30، وبعد كده ابدا من جرينتش 1 2 لغايه ما اوصل 40. فبص المسافه كبيره قوي، عشان كده بنجمع. ما احنا مش بنحفظ، احنا بنتخيل وبنفهم. تمام؟ واحنا في الابلكيشن هنخليك فاهم كل كلمه، مش بس بتحفظ قوانين، لا ده انا هوريك القانون ده اصلا جه ازاي، وليه دي موجب ودي اللي ناقص. تمام. يبقى اذا دلوقتي الفرق قلنا ايه؟ دي في الشرق ودي في الغرب، يبقى فرق خطوط الطول بينهم كبير جدا. انت فاهمها كده بقى، دي في الشرق دي في الغرب، فرق خطوط الطول بينهم كبير جدا، يبقى اكيد بجمع يعني. تمام. يبقى بجمع. طيب يبقى كام؟ يبقى 30 شرقا اللي هي القاهره، زائد ايه يا هندسه؟ زائد ال 40 غربا، صح. اداني كام؟ اداني 70 خط. يبقى اذا فرق خطوط الطول بينهم كام؟ 70 خط. ماشي، ده كده فرق خطوط الطول. اللي بعده الخطوه الثانيه، غش من اللي فوق يا عم لو نسيت. الوقت بين الدولتين. فاجي اقول ايه كده؟ الوقت بين الدولتين بيساوي ايه؟ فرق خطوط الطول ده مضروب في 4 دقايق، صح؟ يعني يديك كام؟ اداك 280. تمام؟ دقيقة. طب انا هندسة ده الوقت بين الدولتين ده لا المفروض يبقى يكون بالساعات، فبقسم على ال60. تمام؟ بقسم على ال60 علشان يطلع لي الوقت بالايه هندسة؟ الوقت بالساعات. فلما اجي اقسم بقى ال 280 ديت هندسة على ال60 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 4 ساعات و40 دقيقة. بص في الآلة الحاسبة يطلع لك كده. هيطلع لك كده في الآلة الحاسبة، ركز كده. هيطلع لك كده 4 درجة. هي لما يطلع لك رقم تضغط على اس دي، وانا برضه هبعت لك فيديو ازاي تعملها. 4 درجات وكام؟ و20 و40 دقيقة. طلعت كده. طب انا عارف ان الدرجه فيها 60 دقيقه وبرده الساعه فيها 60 دقيقه، فدولت اول خانه بتعبر لي عن الساعات، تاني خانه بتعبر لي عن الدقائق. فيكون الوقت كام هندسه؟ بالظبط 4 ساعات و40 دقيقه بالظبط. تمام بالظبط. يعني الرقم يطلع لك تضغط اس دي، اول خانه تعبر عن الساعات، ثاني خانه تعبر عن الدقائق. ماشي تمام. فدلوقتي بقى الوقت بين الدولتين كام هندسه؟ 4 ساعات و40 دقيقه. تقول لي خلاص تعالى بقى نجيب ايه بقى؟ الزمن في الدوله او المدينه المجهوله، يعني الزمن في ب. فاجي اقول له كده الزمن في ب هيساوي ايه؟ الزمن في الدولة المجهولة هيساوي الزمن في الدولة المعلومة زائد او ناقص فرق التوقيت ما بينهم. ماشي. فاجي اقول له كده الزمن في ب هيساوي ايه يا هندسة؟ هيساوي الزمن فين؟ في القاهرة اللي هو كام؟ اللي هو الأحد 10 مساء، صح؟ فتبقى 10 مساء. الزائد أو ناقص أنا مش عارف لسه. 4 ساعات وكام هندسة؟ و40 دقيقة. ركز بقى معايا كويس قوي. طيب ب زي ما أنت شايف كده، أدي ب
بص يا معلم، ادي ب على يسار القاهره ولا على يمينها؟ ادي ب وادي القاهره، ها على يسارها ولا على يمينها؟ لا ده هنا ب على يسارها. يبقى هنا متاخره عن التوقيت، متاخره عن القاهره ولا متقدمه؟ اكيد متاخره. يبقى بعمل ايه؟ يبقى هطرح. يبقى اذا هنا يا معلم يبقى نطرح علشان المجهول على يسار المعلومه، فاطرح. تمام؟ في مشكله هندسه ولا اي مشكله؟ طب في واحد يقول لي هندسه ايه ده؟ يعني ايه الهبل ده؟ انا هي 10 مساء اطرح منها 4 ساعات و40 دقيقه، نهار ابيض اعملها ازاي دي؟ بص يا معلم، في حد يحول لك دي بالاله الحاسبه، يخليها 10 زائد 12 هتبقى الساعه كام؟ 22، تطرحها من 4 ساعات و40 دقيقه فطلع باله حاسبه. ده حاجه والناتج يطلع لك مظبوط. بس في حاجه ثانيه انا بحبها وبحب اعملها قوي. بص دي الساعه اهي، بسيطه خالص. هترسم الساعه دي في الايه؟ في الورقه بتاعتك بالقلم الرصاص كده، تمام؟ هتستخدمها بس في حاجه وتمسحها تاني، تمسحها تاني. بص يا معلم، بستخدمها في ايه بالذات؟ المسائل اللي هي بتكون اصعب من دي، الساعه دي هي اللي بتحل لي الازمه كلها. بص يا معلم، بعمل ايه هنا؟ ركز كده معايا. فين الدوله اللي بطرح منها التوقيت؟ اللي هي القاهره، 10 مساء. فتيجي تقول لي يبقى هنا كده قصدك القاهره، صح؟ اهي عند الساعه 10. 10 ايه؟ مساء. يبقى انا عارف ان هنا كده يا معلم ايه؟ 10 مساء، صح؟ ماشي. ال10 مساء دي هعمل ايه دلوقتي؟ هطرح توقيت منها ولا اجمع؟ هطرح، مش انا قلت هطرح؟ تمام. يبقى المفروض همشي لقدام ولا هرجع لورا؟ لا اكيد هترجع لورا، لان انت لما بتيجي تطرح بترجع لورا. تقول لي مظبوط، صح كده. يبقى انا هرجع لورا. هترجع لورا قد ايه؟ هنرجع 4 ساعات و40 دقيقه. فتيجي تقول لي انت سهل قوي. بص هعمل ايه؟ ركز كده معايا. ادي كده 1 2 3 4، ادي 4 ساعات، صح؟ ادي كده 1 2 3 4. ركز كده معايا. انا عارف ان الساعه دي كلها على بعض دي، الساعه فيها كام دقيقه؟ 60 دقيقه. لا انا مش هرجع 60 دقيقه تاني، انا هرجع كام؟ هتيجي ترجع ال 40 دقيقه دولت، صح؟ فتقول لي خلاص يا هندسه انا واقف هنا عند الساعه 6 هرجع بس 40 دقيقه. طيب رجعت 40 دقيقه، فهنا رجعت عند كام؟ 40 دقيقه. طب هتبقى كام من ال 60؟ هتبقى 20. فتبقى هنا دي كده 20 دقيقه. حلو. يبقى هنا رجعت كام؟ رجعت 40. تقدر تقول لي هنا كده الساعه هتكون كام؟ هنا كده لو قلت لك هنا كده الساعه هتكون كام؟ تقول لي هندسه سهله وبسيطه. انا كنت على الساعه 10 مساء، يعني بعد ما صليت العشاء، وفضلت ارجع رجعت 4 ساعات و40 دقيقه. فوقفت عند الساعه كام؟ عند المغرب، الساعه 5. والحته اللي فاضله اللي هي كام؟ اللي هي 20 دقيقه دي، تمام؟ فتبقى الساعه 5 وكام؟ و20 دقيقه. بس كده انت حليت. يبقى اذا دلوقتي يا هندسه تبقى الساعه كام هنا؟ ايوه هتبقى الساعه 5 مساء اهو، 5 مساء و20 دقيقه. هل عدينا يوم الحد او اتاخرنا؟ لا لسه في نفس اليوم. يبقى الايه؟ يبقى في نفس اليوم اللي هو الحد. ماشي؟ بس خلاص الموضوع ما فيهوش اي مشكله، السؤال اتحل ما فيهوش اي مشكله. تمام زي الفل. طب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعد كده من امتحان 2021 بيقول لك ايه؟ احسب الزمن في كل من المدينه س على خط طول 75 غربا والمدينه ص، تمام، 170 شرقا، علما بان الوقت في القاهره كذا من يوم الثلاث وتقع على خط طول كذا. طيب اول حاجه بعملها ايه يا هندسه؟ برسم. يلا بسم الله. عندي س على 75 غربا وصاد على 170 شرقا. تعالوا اول حاجه نرسم صاد. فين صاد يا معلم؟ اهي، ادي صاد اهي. دي يا معلم صاد على كام صاد دي؟ على 170 شرقا. ماشي، في مشكله ولا هي مشكله؟ طيب س على كام؟ على 75 غرب. ماشي. فتقول لي هندسه ادي س اهي، ادي س اهي. كام دي هندسه؟ على 75 غرب. ماشي.
طب عندك ايه بقى؟ عندك القاهره على خط طول كام؟ 30 شرق. تقول لي خلاص يا هندسه انا عارف بقى ان انا هقارن ما بينهم بقى. لو اللي هتحل لي السؤال اللي هي ايه بقى؟ اللي هي القاهره، يبقى القاهره هي اللي هتحل لي السؤال. ادي القاهره اهي. على كام هندسه؟ على 30 شرط. حلو تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرسم. يلا رسمنا، يلا بقى نبدا نحل. اول حاجه تعالى نشتغل ايه؟ صاد. فاجي اقول له كده بسم الله اولا اهي. اولا ايه بقى يا معلم؟ اولا صاد. ماشي. كنا بنعمل ايه؟ اول حاجه نحسب فرق خطوط الطول. طبعا هنا اهي اولا ايه؟ نشتغل اول حاجه اولا صاد. اول حاجه نعمل يا معلم فرق خطوط الطول. فاجي اقول له كده فرق خطوط الطول بين صاد والقاهرة. صح؟ ماشي يا هندسة. اشوف بقى اجمعهم لو كانوا عكس بعض في الاتجاه، اطرح لو كانوا في نفس الاتجاه. طب صاد 170 شرقا، القاهرة 30، قول لي يبقى ايه في نفس الاتجاه؟ يبقى هطرح. فاجي اقول له كده 170 ناقص ايه يا هندسة؟ ناقص 30، يعني هيديني كام؟ يعني هيديني 140 خط. يبقى فرق خطوط بينهم كام؟ فرق خطوط طول بينهم 140 خط. ماشي. بعد كده الوقت بين الدولتين. بيساوي ايه؟ ركز كده معايا. بيساوي فرق خطوط الطول اللي هو كام؟ اللي هو 140 مضروب في ايه؟ مضروب في 4 دقايق. صح؟ تمام. فتبقى ايه يا معلم؟ 140 في 4 يعني 560 دقيقة. صح؟ تمام. طب هل انا بشتغل بالدقايق؟ لا. بشتغل بالساعات، فاقسم على ال60. تمام؟ فيطلع لي كام يا هندسة؟ فيطلع لي 9 ساعات و20 دقيقة. طلع لي 9 ساعات و20 دقيقة. طالع بقى الحاسبة كده 9 درجة وكام؟ و20 دقيقة. يبقى دي 9 ساعات و20 دقيقة. حلو؟ ماشي يا هندسة. أنا كده جبت الوقت بين الدولتين. تعالى بقى نجيب الوقت فين؟ في صاد، يعني في الدولة المجهولة. فاجي أقول له كده الزمن في صاد هتساوي ايه؟ هيساوي الزمن في القاهرة. طب القاهرة هندسة على كام؟ 5 صباحا يوم الثلاث. ركز كده معاك كويس قوي. 5 صباحا الثلاثاء. صح؟ تمام. اجمع ولا اطرح ال9 ساعات و20 دقيقة؟ قول لي انت. تعال نشوف واحدة واحدة كده. واحدة واحدة. ادي يا معلم، ادي القاهرة اهي. دي كده القاهرة اهي. على كام القاهرة؟ على خط طول 30 شرق. تعال نشوف صاد على كام؟ صاد 170. يبقى صاد هنا ولا هنا؟ لا اكيد هنا. يبقى ادي الصاد 170. فتيجي تسأل الصاد، يا صاد انت على يمين القاهرة ولا على يسارها؟ على يمينها. فاعمل ايه؟ فاجمع فرق التوقيت. ليه اجمع؟ علشان صاد متقدمة اكتر ناحية الشرق، يعني ناحية الشمس اكتر، فاجمع. في مشكلة ولا اي مشكلة؟ طيب. فتقول لي هندسة ده انا هنا اعمل ايه؟ ده انا هنا هجمع. طب ركز كده معايا. ركز معاك كويس قوي. قوي قوي. انت عند الساعة 5 صباحا يوم الثلاث هتزود 9 ساعات وكام؟ و20 دقيقة. طب ركز كده معايا كويس قوي. 5 صباحا يوم الثلاث، يعني انت يوم الثلاث الساعة 5 الفجر رحت صلاة الفجر. تمام اهو. هعمل ايه هندسة؟ هجمع ولا هطرح؟ ركز كده معايا. هجمع. يبقى امشي لقدام واروح بقى الساعة 6 الصبح و7 الصبح و8 الصبح وتنزل المعهد وهكذا، ولا تمشي كده ترجع بقى 4 الفجر 3 الفجر 2 الفجر 1 بالليل 12 مساء. ليه؟ هتعمل ايه؟ ترجع ولا لقدام؟ لا لقدام طبعا. ما انا بجمع يبقى بتقدم اكتر. فبعمل ايه يا هندسه؟ تقول لي ده كده سهله وبسيطه، ده انا كده هجمع. ماشي يا معلم. تجمع كام؟ 9 ساعات و20 دقيقه. طب ركز كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كده 1 ادي كده 1 اهي 2 3 4 5 6 7 8
9 ساعات وكام؟ 20 دقيقة. طب هتقف بقى ستوب هنا. ما بين الساعة 2 والساعة 3 دي كام؟ دي 60 دقيقة صح؟ أنا هاخد من ال 60 دقيقة دول هاخد منهم كام؟ هاخد منهم 20 دقيقة بس. هيبقى كام الناحية التانية؟ 40 دقيقة. فأنا واقف هنا كده. خدت 20 دقيقة بس. وهنا 40. يبقى أنا وقفت فين يا هندسة؟ يبقى أنا وقفت هنا كده. صح ولا ايه؟ عند الساعة 2 وكام؟ و20 دقيقة. طب دي تقول لي بالليل ولا الصبح ولا ايه؟ اقول لك تعالى نشوف. مش انا كنت واقف عند الساعة كام؟ 5 الصبح يعني 5 الفجر. زودت لغاية ما وصلت لغاية الساعة 12 الظهر. طب حلو قوي. 1 الظهر 2 الظهر وتلت. خلاص يبقى الساعة 2 وتلت. شكرا. يبقى الساعة كام؟ 2 ظهرا و20 دقيقة. خلي بالك و20 دقيقة لأن أنا لما جيت جمعت ال 20 دقيقة ما خدتش ال 40 ما خدتش بقية الساعة. يبقى وقفت عند الساعة كام؟ الساعة 2 ظهرا أهو و20 دقيقة. يوم إيه؟ يوم إيه؟ نفس اليوم. يوم الإيه؟ يوم التلات. فيها مشكلة؟ ولا أي مشكلة. طب يلا. ده كده أولا كانت المدينة إيه؟ كانت صاد. طب تعالى نشوف ثانيا س. ماشي؟ تمام. طبعا ادي دي كده ليها س. طيب فاجي اقول له كده يا معلم ثانيا س. ركز معايا. انت تشتغل مع س. يلا بينا. اول حاجه نعمل ايه؟ فرق خطوط الطول بين الدولتين. فاجي اقول له ايه يا هندسه؟ فاجي اقول له فرق خطوط الطول بين س والقاهره. ماشي. فاجي اقول كده اهو فرق خطوط الطول بين س والقاهرة. لو كانوا الاثنين في نفس الاتجاه هطرح عكس بعض هجمة. يلا بينا. القاهرة هندسة على 30 شرقا والسين على كام؟ على 75 غربا. يا نهار ابيض دول عكس بعض. يبقى هجمع صح. تمام. فتبقى 30 زائد كام؟ زائد 75. فيبقى كام؟ فيكون 105 خط. يبقى فرق خطوط طول بين س والقاهرة كام؟ 105. طب تعالى نجيب ايه؟ الوقت. فاجي اقول له كده الوقت بين الدولتين. هعمل ايه؟ هيساوي ايه؟ فرق التوقيت مضروب في 4 دقايق. يعني ال 105 مضروب في 4 دقايق. ليه 4 دقايق؟ عشان كل المسافة أو الفترة الزمنية بين كل خطي طول 4 دقايق. ماشي. فيديني كام؟ 420 دقيقة. طب هل هشتغل بيها دي؟ لا، ده التقسيمة على كام؟ على ال 60 عشان يطلع لك بالإيه؟ بالساعات. فلما جيت قسمتها على ال 60 طلع بكام؟ طلع ب7 ساعات. ماشي؟ تمام. تعالى بقى نجيب الزمن في المدينة س. فاجي أقول له كده هندسة الزمن فين؟ في المدينة س. هيساوي ايه؟ الوقت عند القاهرة اللي هي القاهرة اللي بتحل لي المشاكل صح؟ ماشي. الوقت عندها كام؟ 5 الصبح يوم الثلاث. 5 صباحا الثلاثاء. ركز كده معايا كويس قوي. 5 صباحا يوم الثلاث زائد او ناقص ال7 ساعات دول. فتيجي تسأل نفسك سؤال يا هندسة، ده المدينة س تقع على يسار القاهرة، يبقى الوقت فيها متأخر مش متقدم. يبقى أعمل إيه؟ يبقى هطرح مش هجمع. فيبقى الساعة 5 الصبح يوم الثلاث هطرح إيه يا معلم؟ هطرح منها إيه؟ 7 ساعات. ركز بقى كويس قوي وإحنا بنطرح. بص يا معلم. برضه الساعة الجميلة بتاعتنا اللي بتحل لنا المشاكل دي. ماشي؟ ركز بقى كويس قوي. انا واقف فين؟ واقف عند الساعه 5 الصبح يوم الثلاث. صلاه الفجر وقلت ايه؟ قلت ارجع بالتوقيت كام؟ 7 ساعات. فهطلع لقدام ولا ارجع لورا؟ لا هرجع بالتوقيت. ما هو تطرح يعني ترجع بالتوقيت. ارجع كام؟ 7 ساعات. فالساعه 5 صباحا اهي او 5 فجرا صح؟ ارجع ساعه. تمام؟ 2 3 4. تقدر تقول لي كده الساعة كام؟ دي الساعة 1 بعد منتصف الليل صح؟ ماشي. الساعة 12 منتصف الليل. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7. تقدر تقول لي دي 10 ايه؟ دي 10 بعد ما صليت العشاء. فتبقى 10 مساء. طب تسأل نفسك سؤال يا هندسة،
هنا هيبقى 10 مساء يوم الثلاث ولا اليوم اللي قبل الثلاث؟ هتقول لي ده انا هنا رجعت عن الساعة 12 بعد منتصف الليل، يبقى كده اليوم اللي قبل الثلاث يبقى يوم الاثنين. يا سلام، تمام. لأن الساعة 12 مساء دي هندسة، أو الساعة 12 بعد منتصف الليل، بعدها بنخش في يوم جديد. فاحنا هنا كنا واقفين عند يوم الاثنين، رحنا الساعة 1 الصبح بقينا يوم الثلاث اللي هو اليوم بتاع القاهرة، اليوم بتاع المسألة نفسه. فضلت الساعة 2 3 لغاية ما وصلت الساعة 5 صباحا يوم الثلاث. طب أنا هرجع لورا، يبقى من الساعة 12 بعد منتصف الليل هرجع لورا، يبقى اليوم اللي قبله، صح؟ طب اللي قبل الثلاث الاثنين، فتقدر تقول لي يبقى هنا كده الساعة 10 مساء يوم الاثنين، فتبقى هنا كده يا معلم 10 مساء بس يوم الاثنين. لو ما حددتش اليوم هتنقص، وانا جايب لك من امتحانات، اسئله من امتحانات. يبقى انا 10 مساء يوم ايه يا هندسه؟ يوم الاثنين بس. خلاص، شفت الموضوع بسيط قوي ازاي؟ تمام. تعال نشوف السؤال ده امتحان 2026. بيقول لك ايه يا هندسه؟ بيقول لك احسب الزمن في كل من الدوله س التي تقع على خط طول 165 شرقا. خلاص تعال نرسم يلا. دوله س تقع على 165 شرقا. ماشي يا هندسه. يبقى ادي الدوله س اهي. ادي الدوله س اهي. يبقى دي كده الدوله ايه يا معلم؟ الدوله س كام؟ 165 165 شرقا. جميل. والدولة صاد على كام؟ على 60 غربا. تقول لي خلاص دي الدولة صاد على 60 غربا، ده كده سهلة وبسيطة قوي. الدولة صاد على كام؟ 60 غربا. ماشي يا معلم. ادي الدولة صاد اهي كام؟ 60 غربا. يبقى ادي كده الدولة صاد على 60 غربا. جميل جميل. ماشي. علما بأن الوقت في القاهرة 10 الصبح. 10 الصبح. وتقع على خط طول كام؟ 30 شرقا. يبقى هنا كده القاهرة على خط طول كام؟ 30 شرقا، لأن هي في الشرق، صح؟ ما هو جرينتش، ما هو خط جرينتش هو اللي في النص، ادي خط جرينتش، فقسمها لي لشرق وغرب. فالقاهرة هي يا معلم هنا على 30 شرقا زي ما أنا عارف، والوقت عندها كام؟ 10 صباحا. في مشكلة ولا أي مشكلة؟ طب يلا بينا بسم الله نبدأ. أول حاجة نقول له إيه؟ نشتغل أولاً الدولة إيه يا معلم؟ الدولة س، صح؟ تمام. يبقى أقول له كده أولاً س. أولاً س، صح؟ تمام. طب يلا بينا بسم الله. بالنسبة للدولة س هندسة، أدي الدولة س. ماشي. أول حاجة أقول له إيه؟ فرق التوقيت أو فرق عفوا خطوط الطول بين س والقاهرة، صح؟ ماشي يا معلم. فاجي أقول له إيه؟ فرق خطوط الطول بين س والقاهرة. حلو؟ ماشي. طب يلا س 165 شرقا، طب القاهرة 30 شرقا، ده الاثنين في الشرق، يبقى اعمل ايه؟ هطرح. فاقول له كده كام؟ اقول له 165 عشان الاثنين في الشرق، يبقى هطرح. لان لو كان واحدة في الشرق وواحدة في الغرب كنا ايه؟ كنا جمعنا، ولكن الاثنين في الشرق فهطرح، فيبقى كام هندسة؟ 135 خط. 135 خط. يبقى اذا فرق خطوط الطول بين س والقاهرة كام؟ 135 ايه؟ خط. طب تمام. اللي بعده هنحسب ايه؟ التوقيت. تمام. اللي هو الوقت بين الدولتين. الوقت بين الدولتين، ركز بقى معايا كويس قوي. هيساوي ايه يا هندسه؟ هيساوي فرق خطوط الطول اللي هو 135 مضروب في 4 دقائق، لان المسافه من كل خطي طول كام؟ 4 دقائق. هيديني كام؟ هيديني 540 دقيقه. طب اقسم دي على 60 عشان اطلعها بالايه؟ بالساعات. هيطلع لي كام يا هندسه؟ هيطلع لي 9 ساعات. يبقى فرق التوقيت بين س والقاهره 9 ساعات. ماشي تمام. تعالى بقى نجيب الزمن فين؟ في س. فاجي اقول له كده هندسه الزمن في س، المدينه س، هيساوي ايه؟ الزمن في القاهره اللي هو 10 صباحا
هل هنا محدد لي يوم؟ 10 صباحا الأحد. موجب ولا سالب؟ 9 ساعات. أسأل نفسي سؤال يا هندسة، القاهرة اللي هي المعلومة على يسار المجهولة، يبقى س على يمين القاهرة. ما هو س خط طولها أكبر، يبقى على يمينها، يبقى أكيد الوقت فيها متقدم عن القاهرة. يبقى أجمع ولا أطرح؟ سمعني كده. هتجمع، صح كده. يبقى المفروض هجمع. يبقى هنا زائد 9 كام؟ زائد 9 ساعات. يبقى 10 صباحا الأحد زائد 9 ساعات. طب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة بتاعتنا الجميلة، أنت واقف فين؟ عند الساعة 10 الصبح يوم الأحد، يعني أنت نازل معهد الصبح. تمام؟ ادي يا معلم اهو، أنت واقف هنا اهو. هنيجي نجمع كام؟ 9 ساعات. صح؟ ادي كده 1 2 3 4. لسه انت في المعهد لسه، ما انت كده الساعة 2 الظهر، صح؟ ماشي، اجمع يلا. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ساعات. يبقى انت كده ايه؟ الساعة 7 مساء، يعني بعد ما صليت ايه؟ بعد ما صليت الايه؟ بعد ما صليت المغرب، صح؟ يبقى دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ايه يا معلم 9؟ انت فين؟ انت لغايه دلوقتي فين؟ عند الساعة 10 الصبح. يبقى الساعة 10 الصبح هتيجي تزود 9 ساعات، تبقى الساعة كام هندسة؟ هتبقى الساعة 7 مساء. تمام؟ تمام. يبقى الساعة ايه؟ يبقى تكون الساعة 7 مساء. طيب هل يوم مختلف ولا نفس اليوم؟ خلي بالك انت لسه يوم الاحد، انت ما عدتش الساعه 12 ولا حاجه، يبقى 7 مثلا ايه الاحد. طب واحد تاني يقول لك هندسه على فكره ممكن نحلها بالتوقيت ال 24 ساعه والتوقيت الايه؟ والتوقيت العادي اللي هو 10 زائد 9، يبقى الساعه كام؟ الساعه 19. والساعه 19 دي ايه يا معلم؟ بالتوقيت ال 12 ساعه تطرحها من ال 24 هتبقى كام هندسه؟ هتبقى الساعه 7 مساء، لان الساعه 6 كانت 18، الساعه 5 17 وهكذا. تمام؟ تمام. بس انا بحب طريقه ال 12 ساعه دي تكون احسن. يبقى اذا انا عندي الساعه 10 الصبح الحد، زودت 9 ساعات بقت 7 مساء الايه؟ الحد. في مشكله هندسه؟ ولا اي مشكله. ماشي يا معلم، جميل قوي. نخش على ايه بقى؟ ثانيا. ثانيا ايه؟ صاد. تقول لي خلاص، فاجي اقول له كده ثانيا صاد. ماشي. طيب ثانيا صاد يا هندسه. طيب اول حاجه بنعمل ايه؟ هنجيب فرق خطوط الطول بين ايه؟ بين صاد، صح؟ والقاهرة. طب يلا بينا، يلا بينا. هيساوي كام هندسة؟ فرق خطوط الطول. لو كانوا الاثنين في نفس الاتجاه هطرح عكس بعض هجمع. طب هنا صاد 60 غربا، القاهرة 30 شرقا، يبقى ايه؟ عكس بعض. يبقى اعمل ايه هندسة؟ يبقى هتجمع. هتبقى 30 زائد كام؟ زائد 60. هتبقى كام؟ هتبقى 90 خط. تمام؟ ده فرق خطوط الطول. طب تمام، اللي بعده هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الوقت بين الدولتين. الوقت بين الدولتين هيساوي كام هندسه؟ هيساوي فرق خطوط الطول اللي هو 90 مضروب في كام؟ مضروب في 4 دقايق. طب ليه في 4 دقايق؟ برضه افكرك ان بين كل خطاي طول كام هندسه؟ 4 دقايق. هيديني كام؟ 360 دقيقه. طب انا مش هشتغل بيها كده، ده انا ايه؟ هعوز ايه؟ اقسمها على ال 60 عشان تتحول للساعات. 360 على 60 يطلع لك كام؟ 6 ساعات. طلع لي كام؟ 6 ساعات. يبقى فرق التوقيت بينهم كام؟ 6 ساعات. فاجي احسب بقى الزمن في صاد. الزمن في صاد هيساوي كام هندسه؟ هيساوي الزمن في القاهره اللي هو 10 صباحا، صح؟ اللي هو يوم الاحد، يعني 10 صباحا الاحد زائد او ناقص كام هندسه؟ ال6 ساعات دول. طب بتقول لي خلي بالك ان صاد على يسار القاهره، ادي صاد وادي القاهره، على يسار هيبقى متاخر عنها في التوقيت، صح؟ يبقى هعمل ايه؟ يبقى هطرح. يبقى 10 الصبح يوم الاحد نطرح منها كام؟ ال6 ساعات. طب ركز كده معايا كويس قوي. ادي 10 الصبح، انت واقف فين هندسه؟ انت واقف هنا اهو كده عند 10 الصبح. هنيجي نطرح، نطلع لقدام ونرجع لورا؟ لا ارجع لورا. اطرح كام؟ 6 ساعات. يبقى كده 1 2 3 4 5 6. يبقى انت وقفت فين؟ عند الساعه 4. طب انا مش عارف احدد دي 4 بالليل ولا 4 الصبح ولا 4 ايه؟ هتقولي انت 10 الصبح. فلما نيجي نرجع لورا هندسه نرجع لكام؟ الساعه 4 صباحا. بس خلاص، يبقى الساعه كام؟ الساعه 4 صباحا برضه. هتبقى الساعه 4 ايه صباحا برضه يوم الاحد. اللي هو ايه؟
اللي هو ساعة الفجر. تمام. يبقى انت كده ايه يا معلم؟ خلصت الايه؟ خلصت السؤال. ماشي؟ تمام زي الفل. بعد كده هندسة نخش بقى على الجزء الثاني من المحاضرة، وهو حساب الموقع. يعني احنا كنا خدنا حساب الوقت، دلوقتي حساب الموقع. طيب ايه اللي بيتم هندسة؟ بص يا معلم، بيديك برضو ايه؟ 3 دول. بيديك ايه؟ 3 دول او 3 مدن. اول دولة مثلا بتكون معلومة الوقت ولكن مجهولة الموقع. يعني ايه مجهولة الموقع؟ يعني مجهولة خط الطول. يعني انا مش عارف خط الطول بتاعها كام. ماشي. الدولة الثانية بتكون معلومة الوقت ومعلومة الموقع. يعني مديني الوقت بتاعها ومديني الايه؟ ومديني خط الطول بتاعها. الدولة الثالثة بتكون معلومة الوقت ومجهولة الايه؟ مجهولة الموقع. ايه ده؟ قصدك يا هندسة ان المرة دي بقى المجهول هو الموقع. بعمل ايه؟ بنفس الخطوات بالظبط. هعمل ايه؟ هحل دي مع دي. دي معلومة الوقت والموقع هي اللي هتحل لي. عارف انت مسألة القاهرة، مدينة القاهرة اللي كانت بتحل لي مسائل الوقت، هنا برضو لما هيكون حاجة زي القاهرة كده بالظبط، معلومة الوقت والموقع، فهتحل لي مسائل الايه؟ الموقع. فدي كده الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني هحل دي مع دي عشان احسب برضو الايه؟ عشان احسب الايه؟ الموقع بتاع دي. وهنا هحسب برضو الموقع بتاع دي. ماشي؟ تمام. طب برضو نفس الخطوات. ايه هندسة الخطوات؟ واحدة واحدة. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة فرق التوقيت. بص بقى، في مسائل الزمن كنا بنيه، عشان هي زمن كنت بقى لازم احسب فرق خطوط الطول. هنا مسائل موقع فهحسب فرق توقيت. شفت بقى؟ اعكسها. ماشي؟ تمام. فانا عشان احسب مسائل الموقع، فاول حاجه بحسب ايه؟ فرق التوقيت بين المعلومه والمجهوله. يعني ايه؟ بطرح فرق التوقيت عادي جدا. يعني مثلا المجهوله 10 مساء والمجهوله 9 مساء، يبقى فرق ساعه. المعلومه مثلا 11 مساء والمجهوله 12 مساء، 12 ظهر مثلا، بطرح 11 ساعه وهكذا. تمام؟ فانت بتطرحهم من بعض، يعني بتطرح الايه؟ التوقيتين من بعض. ماشي؟ ايا كان بقى، ماليش علاقه ده على يمين ده على يسار ده في الشرق ده في الغرب، ماليش علاقه. اهم حاجه بطرح بس فرق التوقيت. ماشي يا هندسه؟ دي اول حاجه. تاني خطوه، انا هنا حسبت فرق التوقيت بايه؟ بالساعات. الخطوه الثانيه هحسب فرق التوقيت ده بالايه؟ بالدقايق. هعمل ايه؟ هضرب فرق التوقيت اللي انا كنت حاسبه من الاول ده، هضربه في كام؟ في 60. مش انا عارف ان الساعه فيها 60 دقيقه، فانا عشان احول من الساعه لدقيقه بضرب في كام؟ في 60. ماشي. الخطوه الثالثه بحسب عدد خطوط الطول اللي بين الدولتين. بيساوي ايه بقى؟ فرق التوقيت اللي طلع لي من الخطوه اللي قبلها على الاربعه. خلي بالك الجزء ده عكس اللي فات. هنا على الاربعه، هنا كنا بنضرب في 4. تمام. بعد كده هندسه اخر خطوه، لما اجي احسب خط طول الدوله المجهوله، بيساوي عدد خطوط الطول اللي بيطلع لي من الخطوه اللي قبلها زائد او ناقص خط طول الدوله المعلومه. تقول لي هندسه انا كده فهمت. زائد لو المجهوله، ادي المجهوله اهي، لو المجهوله على يمين المعلومه، يعني دي كده المعلومه اهي، لو المجهوله على يمين المعلومه يبقى اكيد، يعني اكيد موجوده على يمينها، صح؟ يعني ايه؟ يعني اكبر في خطوط الطول. يبقى بعمل ايه هندسه؟ يبقى بجمع. يبقى اجمع لو كانت الدوله المجهوله على يمين المعلومه. اكتب عندك. طيب اطرح امتى بقى؟ تطرح امتى؟ لو كانت المجهوله على يسار المعلومه، صح؟ يبقى بعمل ايه بقى؟ يبقى هطرح. يبقى طرح لو كانت المجهوله على يسار المعلومه، جمع لو كانت على يمينها. بس كده. بس دي الخطوات. تمام؟ يلا بينا نخش فين؟ في المسائل. ماشي يا معلم. امتحان 2023 بيقول لك ايه؟ احسب خط طول الذي تقع عليه كل من المدينتين، المدينه س والمدينه ص. قال لك بقى
ان الوقت في الاولى، يعني الوقت فين؟ في س 11 مساء، والثانيه 11 صباحا. انا برضو قبل ما ارسم لازم افهمك حاجه مهمه قوي. لما يكون فرق التوقيت كبير جدا بين دولتين، اعرف ان واحده في الشرق واحده في الغرب. لما يكون فرق التوقيت صغير، اعرف ان اللي اما الاثنين في الشرق يا اما الاثنين في الغرب. فهنا هندسه فرق التوقيت 11 مساء و11 صباحا. يبقى ايه؟ يبقى اكيد واحده في الشرق وواحده في الغرب. فاكر في اول الفيديو قلت لك ايه؟ المساء متقدمه عن صباحا ولا متاخره عنها؟ لا اكيد متقدمه. لما قلت لك المثال بتاع 11 مساء و2 صباحا، قلت لك ساعتها ده 11 مساء هي المتقدمه. بص، طالما متقدم يبقى موجود في الشرق، متاخر موجود في الغرب. احنا في مصر كنا متقدمين عن امريكا في التوقيت، صح؟ فاحنا موجودين في الشرق. امريكا متاخره عندنا، موجوده في الغرب. 11 مساء متقدمه في الشرق، 11 صباحا متاخره، لسه بنبدا اليوم يا هادي. 11 صباحا، 12 صباحا، بعد كده عندك 1 الظهر، 2 الظهر، 3، لسه بنبدا. يبقى فين؟ في الغرب. تاني 11 مساء متقدمه بفرق كبير في الشرق، عندك 11 صباحا في الغرب. حلو، يبقى اذا دلوقتي س ديت هندسه في الشرق، فاجي اقول له كده خلاص، يبقى س موجوده فين؟ موجوده في الشرق. ماشي، حلو قوي. يبقى س يا معلم اهي. يبقى هنا كده س موجوده فين؟ في الشرق. السين موجوده فين؟ في الشرق. طيب صاد، طبعا س هنا كام؟ 11 ايه؟ مساء. تمام. يبقى س هنا 11 مساء. ماشي. طيب صاد بقى هي اللي في الغرب، فتقول لي هندسه خلاص صاد في الغرب، يبقى دي صاد هي اكيد موجود في الغرب، اكيد يعني. يبقى دي كده صاد. الوقت عندها كام يا هندسه؟ 11 صباح. جميل، تمام. طبعا ده رمز الصاد، ودي صاد دي رمزها بتاعت صباحا، خلينا نكتبها برضه عشان ما تتلخبطش. نقول ايه؟ نقول دي 11 صباح. حلو، ماشي. ناقص ايه بقى؟ حط القاهره. القاهره بقى لك بقى علما بان الوقت في القاهره 9 مساء، وموجوده على خط طول 30 شرق، يبقى القاهره موجوده في الشرق، يبقى القاهره موجوده هنا. ركز بقى معايا كويس قوي. القاهره موجوده هنا. طب يا هندسه، طبعا انا عارف ان ده كده جرينتش، اسمي ليه شرق وغرب. ماشي. طب يا هندسه القاهره هل هحطها هنا كده بعد س ولا احطها قبل س؟ فكر كده ورد عليا. القاهره هحطها بعد س ولا احطها قبل س؟ تقول لي هندسه اول حاجه بص اشوف التوقيت. لو كان التوقيت بتاع القاهره متقدم عن س فتبقى على يمينها، لو كان متاخر تبقى على يسارها. طب س يا معلم الساعه في المدينه س كام؟ 11 مساء. طب القاهره كام؟ 9 مساء. ده هنا القاهره متاخر بساعتين بس. يبقى اذا القاهره على يسار س ولا على يمينها؟ على يسارها. يبقى ادي القاهره على يسارها، مهم قوي عشان هتفرق معانا في الحل كتير جدا. يبقى هنا القاهره هندسه كام؟ 9 مساء على خط طول كام؟ 30 شرقا. حلو، تمام. خلينا نصغرها شويه. يبقى هنا كده القاهره 9 مساء والخط الطول بتاعها كام؟ 30 شرقا. ماشي؟ طيب واحد يقول لي هندسه، طب لو كانت القاهره الساعه مثلا 12 مساء، 12 مساء، كانت هتبقى على يمين س مش على يسارها. فهمت بقى الفكره؟ تمام. ولكن هنا علشان القاهره 9 متاخره عن س فخلينا على يسارها. ماشي يا معلم، بنفس الطريقه بالظبط. اولا المدينه س، وبعد كده ثانيا المدينه ص. طب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. فاجي اقول له كده اولا يا معلم، اولا المدينه س. هعمل ايه؟ اولا المدينه س،
ماشي. ها قلنا اول خطوه، بص بقى عشان ما تتلخبطش وما تنساش، انا بحسب موقع يبقى اول خطوه فرق توقيت، انما لما كنا بنحسب الزمن كان اول خطوه فرق خطوط الطول. ماشي، يبقى هنا فرق التوقيت. يبقى اول حاجه بعملها يا معلم هحسب فرق التوقيت بين سين والقاهره، فاجي اقول له كده فرق التوقيت تمام بين سين والقاهره. ركز معايا كويس قوي. طيب سين 11 مساء، القاهره 9 مساء، صعبه؟ لا سهله، يعني انت واقف هنا عند الساعه 11 مساء اهو، تمام، واقف عند الساعه 9 مساء اهو، ما بينهم كام ساعه؟ 1 2 ساعتين، يبقى الفرق بينهم كام؟ 2 ساعه. طيب بعد كده بحسب ايه بقى؟ الفرق بالدقائق، صح؟ يبقى الفرق ده، فرق التوقيت ده بالدقائق. هعمل ايه بقى؟ اضرب الفرق بالساعات اللي هو 2 ساعه ده في كام؟ في 60، هيديني كام؟ هيديني 120 دقيقه. طب الخطوه اللي بعد كده كنا بنحسب عدد خطوط الطول، صح؟ تمام، فتيجي تقول كده يا معلم عدد خطوط الطول. كان فاكر القانون؟ كان بيساوي الفرق بالدايره اللي انا طلعته اللي هو كام؟ اللي هو 120 على الاربعه. حلو؟ فيبقى عدد خطوط الطول كام يا معلم؟ 30 خط. 30 خط. جميل؟ جميل، يبقى انا كده عرفت عدد خطوط الطول ما بين ايه وايه؟ ما بين سين والقاهره. يعني انت متخيل ان انت عرفت الفرق ده اهو، وعلشان بص فرق بسيط جدا اهو طلع معايا كام؟ طلع 30 خط. ماشي يا معلم. طب اللي بعده فاكر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب بقى خط طول الدوله المجهوله، فاقول له ايه بقى؟ خط طول س. خط طول س بيساوي ايه يا معلم؟ عدد خطوط الطول اللي طلع لي اللي هو كام؟ 30 خط، زائد او ناقص خط طول القاهره اللي هو 30 شرط. انا مش عارف بقى زائد ولا ناقص، ايه اللي هيحدد لي؟ على حسب. لو كانت المجهوله على يمين المعلومه، يعني لو كانت س على يمين القاهره هجمع، ولو كانت س على يسارها هطرح. طب هنا س على يمين، صح؟ تمام، يبقى اعمل ايه؟ هجمع. يبقى اصبح دلوقتي 30 زائد 30، يبقى اصبح دلوقتي خط طول س بكام؟ ب 60 شرقا. في اي مشكله؟ ولا اي مشكله. يبقى اذا انا جبت خط طول س طلع معايا بكام؟ 60 شرقا. تمام؟ تمام. ليه؟ لان المجهوله على يمين المعلومه، لان س على يمين الايه؟ القاهره. طيب اللي بعده فاجي اقول له ايه؟ ثانيا صاد. طيب يا معلم، يبقى انا دلوقتي هشتغل على ايه؟ هشتغل على صاد. ماشي؟ تمام. طيب بنفس الخطوات هعمل ايه؟ اول حاجه هحسب ايه؟ مش انا بحسب مساله خط طول، يبقى احسب اول حاجه فرق التوقيت. فاجي اقول له فرق التوقيت بين صاد والقاهره. ركز كده معايا. طيب في صاد يا معلم الساعه 11 الصبح، والقاهره الساعه 9 مساء. يا نهار ابيض، صعبه؟ لا ولا صعبه ولا اي حاجه. بص ركز كده معايا كويس قوي. بتطرح ما بين التوقيتين، التوقيت المتقدم اللي هو 9 مساء اهو بتاع القاهره. ركز معايا كويس قوي. انت واقف عند 9 ايه؟ اهو عند 9 مساء، صح؟ التوقيت المتاخر اللي هو 11 الصبح. ماشي، ركز كده معايا. دي 9 مساء، ودي كده يا معلم ايه؟ 11 الصبح. بس مش ورا بعض. ليه مش ورا بعض؟ لان 9 مساء بعدها 10 مساء بعدها 11 مساء. انما تقول لي هندسه 11 الصبح، يبقى دي كده في يوم ايه؟ فرق بينهم بعيد جدا. يبقى انا هعمل ايه؟ فانت ما تجيش زي الناصح تقول لي ايه؟ ركز عشان دي مهمه قوي. ما تجيش زي الناصح تقول لي ايه؟ خلاص يا معلم ده 9 فرق ساعتين اهو. والله العظيم ده طبعا ديت مع الحاله الاولى، لان دي كانت 11 مساء و9 مساء، انما 11 مساء هو 11 صباحا و9 مساء، يعني واحده الصبح وواحده بالليل. يبقى انا هعمل ايه؟ غلط كده، غلط، ساعتين غلط. امال اعمل ايه يا هندسه؟ تفضل ترجع 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 لغايه ما توصل ل 11 الصبح.
طب ازاي؟ مش انا اقف عند 9 مساء صح؟ افضل ارجع لغايه ما اوصل ل 11 الصبح. طب رجعت ادي كده 1 2 3 4. بص بقى عشان ايه ما تتلخبطش، دي 9 مساء صح؟ 8 مساء 7 6 المغرب 5 المغرب 4 العصر 3 العصر، شفت؟ 2 الظهر 1 الظهر 12 الظهر 11 الصبح. شفت بقى؟ عد بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ساعات. شفت؟ فرق التوقيت طلع 10 ساعات. يبقى فرق التوقيت بين صاد والقاهرة طلع كام؟ طلع معايا كام؟ طلع معايا 10 ساعات. يعني أنا طرحت إيه؟ طرحت 9 مساء ناقص إيه يا معلم؟ ناقص 11 الصبح. واحد يقول هندسة أنا ممكن إيه؟ واحد تاني بقى بطريقه حل تاني يقول لك ايه؟ ده انا هحول دي تبقى ايه؟ ب 24 ساعه فتبقى 9 زائد ال 12 21. فلما اجي اطرح 21 ناقص 11 تطلع برضو بكام؟ ب 10 ساعات. تمام. او الاحسن اللي هي طريقه الساعه دي، معاك الطريقتين اشتغل عادي جدا. يبقى طلع كام؟ 10 ساعات. طب انا مش عايز الوقت بالساعات، انا عايز الوقت بالايه؟ بالدقائق. فاجي احسب يا معلم هقول له كده الفرق التوقيت بالدقائق. طب بيساوي ايه هندسه؟ بيساوي الفرق اللي بالساعات ده مضروب في 60. فتبقى كام؟ 600 دقيقة 10 في 60. طب أنا عايز أحولها بالإيه؟ عايز أجيب إيه؟ عدد خطوط الطول. فأجي أحسب إيه؟ أقول له كده عدد خطوط الطول هيساوي إيه؟ هيساوي الفرق بالدقايق اللي هو 600 ده على كام؟ على الأربعة. ليه على الأربعة؟ عشان بين كل خطي طول 4 دقايق. طلع كام هندسة؟ طلع 150 خط. يبقى الفرق خطوط الطول اللي طلع ما بين صاد والقاهرة طلع 150 خط. طب حلو. تعالى بقى نجيب ايه بقى؟ تعالى نجيب خط طول الدولة المجهولة، يعني اللي هو خط طول ايه؟ صاد. ركز كده معايا كويس قوي. فهحسب خط طول صاد هيساوي ايه؟ هيساوي عدد خطوط الطول اللي هو كام؟ اللي هو 150 زائد او ناقص خط طول ايه؟ القاهرة اللي هو 30 صح؟ تمام. طب ركز كده معايا، موجب لو كان خط طول صاد على يمين القاهرة وناقص لو على يسارها. طب هنا صاد على يسار القاهرة صح؟ يبقى اطرح. يبقى المفروض ايه؟ ناقص. ماشي ركز بقى كويس قوي. 150 ناقص 30 بكام؟ طلع معايا 120. طب ال 120 دي شرقا ولا غربا؟ على حسب انت في بدايه السؤال حددتها ايه. ده انا اكتشفت ان صاد المفروض في الغرب، يبقى 120 ايه؟ غربا. ركز كده اهي في الغرب اهي، هتبقى 120 ايه يا معلم؟ غرب. بس كده يا معلم. شفت؟ موضوع بسيط قوي مفيهوش اي مشكله. تمام؟ زي الفل. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في امتحان 2022 احسب خط طول الذي تقع عليه كل من المدينة A والمدينة B. ماشي. إذا علمت أن الوقت في الأولى 7 صباحا والثانية 11 مساء 7 مساء، خلي بالك ديت 7 مساء دي 7 صباحا. ركز. يبقى كده هندسة مين اللي متقدم؟ ده المتقدم أم 7 مساء. ليه؟ لأن 7 مساء متقدم عن صباحا. فتبقى مساء دي فين؟ في الشرق. وال7 صباحا دي فين؟ في الغرب. ده مبدئيا كده. ايه رايك؟ تمام. يلا بينا. تعالى. الثانيه بي، يعني الثانيه هي اللي في الشرق صح؟ طيب فبي اهي، يبقى دي كده بي. انا حددت ان هي في الشرق ليه؟ لان التوقيت فيها متقدم. فدي كده بي. ماشي. كام يا هندسه؟ 7 مساء. جميل. طيب الثانيه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ موجوده فين؟ في الغرب، لان التوقيت فيها متاخر جدا. تمام؟ 7 صباح. يبقى هنا يا معلم ايه؟ اهي. يبقى دي كده ايه؟ طب ايه؟ 7 صباحا. ركز بقى معايا كويس قوي. ماشي يا معلم. حلو. الرسمه هي نص الحل.
ماشي. طيب علما بان الوقت في جرينتش 2 بعد الظهر. تقول لي هندسه طب هو كده محدد لي وقت، مش محدد لي موقع. ما هو المفروض يديني واحده معلومه الوقت والموقع. اقول لك اه يا حبيبي ما هو جرينتش، فاكر في بدايه الفيديو جرينتش فخط الطول بتاعها بكام؟ بصفر، والتوقيت عندها 2 بعد الظهر بس خلاص. فانت يا معلم هنا اللي هتحل لي السؤال هو جرينتش، اللي هحل بيه الايه؟ السؤال اهو ادي جرينتش. طب جرينتش يا هندسه انا عارف ان خط الطول بتاعها بكام؟ بصفر، صح؟ عارف ان خط الطول بتاعها بكام؟ بصفر، وقال لك الساعه 2 ظهرا بس خلاص. فانت جرينتش هتحلها مع بي وهتحلها مره مع ايه بس. ادينا خلصنا. ماشي؟ تمام. حلو. فتيجي تقول له ايه يا معلم؟ تعال نشوف. اولا ايه؟ اهو اولا ايه؟ يلا بينا بسم الله. احنا بنحسب مسائل خط طول، يبقى اول حاجه نحسب فرق التوقيت. فاجي اقول له ايه؟ فرق التوقيت بين ايه وجرينتش. ما هي جرينتش اللي هتحل لي السؤال. هيساوي ايه يا هندسه؟ فرق التوقيت بين ايه وجرينتش. انا عندي، تعالى اول حاجه ماشي، انا عندي ايه؟ 7 صباحا وعندي جرينتش 2 ظهرا. ركز كده معاك كويس قوي. فاجي اقول له ايه؟ مين المتقدم؟ هي 2 ظهرا، فتبقى الاول ال2 ظهرا ناقص ايه يا معلم؟ ناقص 7 صباحا. بركز بقى كويس قوي. انت واقف فين؟ انا واقف عند 2 الظهر، ادي 2 الظهر اهي. مش دي كده 2 الظهر؟ وفين يا معلم الثانيه؟ اهي 7 صباحا، صح؟ تمام. هعمل ايه بقى؟ هطرح. تقول لي هندسه بطرح، يعني بقف عند المتقدم وبفضل ارجع لغايه ما اوصل للمتاخر، مش العكس. ليه مش العكس؟ ان لو جيت قلت لي هطرح كده هتقول لي ده انت كده 2 ظهرا وماشي لغايه 7 مساء. لا انا مش عايز دي، انا عايز 7 صباحا. فعادي جدا انا واقف عند 2 ايه؟ واقف عند 2 الظهر، فبرجع لورا عشان اوصل ل7 الصبح. تخيلها انت واقف عند 2 الظهر، فتيجي تقول لصاحبك ايه؟ فاكر لما كنا في المعهد امبارح الساعه، او في المعهد الصبح الساعه 7؟ تقول له يبقى انا برجع بالوقت، انا واقف عند الساعه 2 الظهر وانت اصلا خارج من المعهد. طب الساعه 7 الصبح هي اللي قبلك، فبترجع لورا. يبقى تقول له كده 1. تمام؟ فتيجي تقول لي كده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 ساعات. يبقى فرق التوقيت كام هندسه؟ طلع كام؟ طلع معايا 7 ساعات. تمام؟ يبقى طلع كام؟ طلع بيساوي 7 ساعات. في مشكله ولا ايه مشكله؟ انا كده جبت الفرق التوقيت بالايه؟ بالساعات. لا ده انا عايز اجيب الفرق بالدقايق، صح؟ يبقى عايز احسب الفرق بالايه؟ عايز احسب الفرق بالايه؟ بالدقايق. طب الفرق بالدقايق يا هندسه هيساوي ايه؟ الفرق بالساعات اللي هو 7 مضروب في 60. تمام؟ ليه في 60؟ لان الساعه فيها كام؟ فيها 60 دقيقه. طلع لي كام؟ طلع لي 420 دقيقه. طب انا هندسه هعمل ايه دلوقتي؟ هقسم على ال60. لا مش تسمع 60. ليه؟ لان اساسا انت جايبها اساسا بالدقايق، فاوعى تتلخبط بين دي واللي فاتت والجزء الاول بتاع حساب الزمن. انا هنا اصلا عايز اجيبها بالدقايق. ماشي؟ فتقول لي ده انا هعمل ايه؟ اقسم على ال4 بقى مش 60 علشان اجيب عدد خطوط الطول. فتيجي تقول لي عدد خطوط الطول اهو، عدد خطوط الطول هيساوي ايه؟ هيساوي الفرق بالدقايق اللي طلع معايا اللي هو 420 اقسمها على ال60 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي عدد خطوط الطول. طلع معايا كام هندسه؟ 105 خط. تقول لي ده انا هنا بقى لما اجي احسب خط طول المجهوله اللي هي ايه؟ هاجي اقول له خط طول ايه هيساوي ايه؟ عدد خطوط الطول اللي هو 105 زائد او ناقص خط طول الايه؟ المعلومه اللي هو خط طول جرينتش اللي هو ايه؟ 0. تقول لي هندسه ما كده مش فارقه بقى، ما هو 105 زائد وناقص 0 هي ب 105. بس ايه اللي هيفرق معايا؟ هو الاتجاه بقى.
هنا ايه؟ انا في البدايه حددت اللي هي في الغرب، فتبقى 105 غربا. فتبقى ايه يا معلم؟ 105 غربا. مهم قوي الرسم، مهم قوي قبل ما تحل السؤال بتاعك ترسم. الرسم هيوضح لك الحل. واحنا في الابلكيشن خلي بالك مفيش حاجه بنسيبها لك، بنعلمك ازاي ترسم، بنعلمك ازاي تستنتج القانون اصلا عشان ما تحفظش وخلاص، علشان لما تيجي تحل السؤال بتاعك تعرف تحل، تعرف تجيب الدرجه كامله، تعرف تطلع من الاوائل ان شاء الله. ماشي. فانا هنا جبت خط الطول بتاع ايه كام؟ 105 غربا. ليه غربا؟ لان انا في البدايه حددت ان ايه؟ هي موجوده في الغرب. ليه في الغرب؟ عشان متاخره في التوقيت عن جرينتش. صح؟ ماشي يا معلم. بعد كده بقى خلاص انا جبت ايه؟ يبقى اجي اقول له كده ثانيا بي. طيب ثانيا بي هندسه. طيب هعمل ايه؟ نفس الخطوات. فاجي تقول له هندسه خلاص اول حاجه بجيب ايه؟ فرق التوقيت. ادي فرق التوقيت بين بي وايه بقى؟ وجرينتش. بيساوي ايه يا هندسه؟ هيساوي يلا المتقدمه اكتر اللي هي بي، يبقى 7 مساء. هفضل ارجع، ما هو خلي بالك، ما ليه بقول لك كده؟ عشان لما تيجي تخش في الساعه بتاعتك تعرف تطرح صح. فانت بتحط المتقدمه الاول وبعد كده تفضل ترجع لغايه المتاخره اللي قبليها اللي هي ايه؟ 2 الظهر. تبقى 7 مساء ناقص 2 ظهرا. طب يلا بينا. انت واقف فين هندسه؟ واقف عند 7 مساء. انا واقف هنا اهو. هفضل ارجع لغايه ما اوصل لغايه 2 الظهر. يعني هنا كده 7 مساء وهنا كده 2 ظهرا. هفضل ارجع. يلا بينا. بسم الله. 7 مساء هرجع لورا مش هطلع لقدام، لان لو تطلع لقدام 7 مساء 8 مساء 9 مساء 10 مساء لغايه ما توصل لغايه 2 الصبح. لا انا مش عايز 2 الصبح، ده انا عايز ارجع لغايه 2 الظهر. يا رب تكون فهمتها. ادي كده 1 2 3 4 5، يبقى 5 ساعات. يبقى اذا فرق التوقيت طلع بكام؟ طلع بيساوي 5 ساعات. تقول لي هندسه لا انا مش عايزها بالساعات، انا عايزها بالدقائق. فتيجي تقول لي الفرق بالدقائق، فرق التوقيت بالايه؟ بالدقائق. هيساوي ايه يا معلم؟ الفرق بالساعات اللي هو كام؟ اللي هو 5 ساعات مضروب في كام؟ مضروب في 60. يعني طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب 300 دقيقة. تقول لي هندسة أنا عايز أحسب إيه دلوقتي بقى؟ عدد خطوط الطول بين الدولتين. فتبقى عدد خطوط الطول هيساوي إيه يا معلم؟ الفرق بالدقايق اللي هو كام؟ اللي هو 300 أقسم على 4. طب ليه على 4؟ لأن كل فترة زمنية بين كل خطي طول كام؟ ايوه 4 دقايق. يبقى 300 على 4 بكام؟ ب 75 خط. انا كده جبت ايه؟ عدد خطوط الطول. تقول لي خلاص يبقى انا دلوقتي جاهز اجيب خط طول ايه؟ بي. صح؟ تمام. يبقى خط طول المجهوله اللي هي بي هيتساوي ايه يا معلم؟ عدد خطوط الطول اللي هو كام؟ اللي هو 75 زائد او ناقص خط طول المعلومه اللي هي الصفر. فتبقى زائد او ناقص صفر بكام؟ هي ب 75. بس المهم بالنسبه لي احدد اتجاهها. انا في الاول في بدايه السؤال حددت ان بي هي اللي في الشرق. يبقى الناتج معايا ايه؟ 75 شرقا. يبقى بي طلعت 75 شرقا، انما ايه؟ طلعت 105 ايه؟ 105 غربا. تمام؟ زي الفل. ماشي يا معلم. طيب السؤال بعد كده هندسه هو سؤال من امتحان 2025. بيقول لك ايه؟ احسب خط طول الذي تقع عليه كل من المدينة س. ماشي. والمدينة ص إذا علمت أن الوقت في الأولى يعني إيه الأولى؟ يعني قصده على س. هو اتلخبط. ماشي. 2 صباحا. 2 صباحا يبقى أكيد س دي فين؟ في الغرب. من أول بص من غير ما أقرأ. والتانية اللي هي ص. ما هو التانية دي تعود على ص. كام قال لك؟ 8 مساء. ما هو انا عارف ان 8 مساء او مساء بيكون متقدم عن صباحا. صح؟ تمام. يبقى اكيد الثانيه اللي هي صاد فين؟ في الشرق. حلو ده. يبقى اذا صاد يا هندسه هي اللي في الشرق. يبقى دي كده صاد. صح؟ صاد الوقت عندها كام؟ 8 مساء. صح؟ تمام. يبقى صاد الوقت عندها كام هندسه؟ 8 مساء. صح؟ ماشي.
وسين هي اللي في الغرب، صح؟ لان هي اللي متاخره في التوقيت، فدي يا معلم هتكون ايه؟ هتكون س. الوقت عندها كام س بقى؟ الوقت عندها 2 صباحا. فهمت الفكره؟ طب كويس جدا، ماشي يا هندسه. طيب وطبعا هنا خط جرينتش اللي هو بينهم، لان الجرينتش اللي بيفصل ما بين الشرق وبين الغرب، يعني صاد ديت خط الطول بتاعها اللي هيطلع اكيد في الشرق. يبقى خلي بالي لما اطلع خط الطول بتاع صاد لازم يبقى التمييز بتاعه ايه؟ شرقا. وسين يبقى غربا، صح؟ ماشي يا معلم، ماشي. تعالى بقى نشوف الدوله اللي هتحل لي القصه. اللي هتحل لي القصه هي القاهره. مديك الوقت عندها كام؟ 11 الصبح، وتقع على خط طول كام؟ 30 درجه و15 دقيقه. ايه ده هندسه؟ ممكن خط الطول يتكتب كده؟ ممكن خط الطول يتكتب درجات ودقايق وثواني عادي جدا خالص. يعني ممكن يكون مثلا 35 درجه 20 دقيقه عادي، 15 ثانيه برضه عادي. حتى في الشيت اللي هنزله لكم والشيت اللي هيجي لك اصلا في المعهد ممكن تلاقي فيه درجات ودقايق ثواني عادي جدا تشتغل بيه، مفيش اي مشكله. ماشي يا معلم. طيب جميل قوي. يبقى اذا بقى اللي هتحل لي القصه هي القاهره. طب ركز بقى كويس قوي قوي قوي. القاهره هنا يا معلم 11 الصبح، وتقع على خط طول كام؟ 30 درجه شرقا و15 دقيقه. ماشي. انا بقى دلوقتي محتار، هل القاهره على يمين صاد ولا على يسارها؟ كده كده القاهره موجوده فين؟ موجوده في الشرق. بس فين بقى؟ هنا على يمين صاد ولا على يسارها؟ ايه اللي هيحدد لي؟ هو التوقيت. لو كان التوقيت بتاع القاهره ده متقدم عن صاد فساعتها هتكون على يمينها. طب لو كان متاخر يبقى على يسارها. طب يلا بينا. القاهره 11 الصبح. طب هنا صاد 8 مساء. يبقى القاهره متاخره عن صاد لان التوقيت فيها 11 الصبح لسه 11 الصبح. طيب فتبقى على يسارها، بس احنا لسه في الشرق لان هي خط بتاعها كام؟ شرقا. فتكون القاهره هنا يا معلم في الشرق بس متاخره عن صاد، يعني على يسار صاد. فتكون القاهره هنا كده يا معلم. يبقى دي كده القاهره كام؟ 30 درجه و15 دقيقه شرقا. طب الوقت عندها كام؟ 11 الصبح، صح؟ تمام زي الفل. كده بقت مسألة عادية خالص. مهم قوي الرسم هو اللي هيحل لك السؤال. طب يلا بينا بسم الله نبدأ نقول ايه؟ أولا المدينة صاد، صح؟ تمام. فاجي أقول له كده بسم الله أولا صاد أهو يا معلم. أولا صاد، ماشي. جميل. يلا بينا. اول حاجه نجيب ايه بقى؟ انت بتحسب خط طول، يبقى اول خطوه فرق التوقيت. فرق بقى بين الجزء الاول من المحاضره والجزء الثاني. اديني بعد لك. بص احنا بنذاكر سوا، يعني احنا هنا في الابلكيشن بنذاكر سوا. بعد لك وازيد لك القانون. يعني احنا هنا في الابلكيشن بنذاكر سوا، بعد لك وازيد لك القانون علشان ايه؟ تفهمه وتحفظه ونحل بيه. كل مره بقول لك القانون، بقول لك انت تجمع انت تطرح وهكذا، علشان يبقى الموضوع بتاعك بالنسبه لك ايه؟ سهل وبسيط. فانا هنا بحسب خط طول، يبقى ابدا بفرق توقيت. جميل قوي، صح؟ تمام. يبقى اجي احسب اقول له ايه بقى؟ اقول له فرق التوقيت بين ايه يا معلم؟ بين صاد والقاهرة. ركز كده معايا كويس قوي. مين فيهم المتقدم عن التاني؟ صاد هي المتقدمة 8 مساء، والقاهرة كام؟ 11 الصبح. تمام؟ القاهرة كام يا معلم؟ 11 الصبح. يبقى مين المتقدم؟ 8 مساء. فاجي اقول له كده اطرح المتقدم ناقص المتأخر، فتبقى 8 مساء ناقص 11 صباحا. مهم قوي علشان لو طرحت العكس يطلع لك الاجابه مختلفه. طب ركز معايا بقى. 8 مساء خلاص، يبقى انا ايه 8 مساء اهي. عندي 8 اهي، 8 مساء. هتفضل ترجع لغايه ما توصل ل 11 الصبح. ارجع لان المتقدم ناقص المتاخر، هفضل ارجع 11 الصبح، صح؟ ارجع لغايه ما اوصل ل 11 الصبح، صح؟ طب يلا نرجع. 1
2 3 حصل ايه ولا اي حاجه. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ساعات صح؟ تمام. يبقى اذا فرق التوقيت طلع كام؟ طلع 9 ساعات. طب انا يا هندسه ما اعرفش اشتغل بيه ده، يبقى لازم ايه؟ لازم اجيب فرق التوقيت بالدقائق. طيب بالدقائق هعمل ايه؟ هتضرب 9 ساعات دي في كام هندسه؟ في 60. ليه 60؟ علشان الساعه فيها 60 دقيقه. طلع لي كام؟ طلع لي 540 دقيقه. ماشي تمام. اللي بعده نحسب بقى عدد خطوط الطول. عدد خطوط الطول هيساوي ايه يا معلم؟ هيساوي الفرق بالدقايق اللي هو 540 على كام؟ على الأربعة صح؟ تمام. طلع معايا بكام؟ طلع معايا 135 خط. طلع كام؟ 135 خط. طب يلا بينا تعالى بقى نحسب ايه بقى؟ تعالى نحسب خط طول الدولة الايه؟ الدولة المجهولة. يلا بينا. اللي هو خط طول ايه بقى؟ صاد. ماشي. فاجي اقول له كده خط طول صاد هيساوي ايه؟ عدد خطوط الطول اللي هو كام؟ اللي هو 135 زائد او ناقص خط طول الدولة المعلومة اللي هي القاهرة اللي هي كام؟ 30 درجة و15 دقيقة. صح؟ تمام. أنا بقى مش عارف زائد ولا ناقص. زائد لو كانت المجهولة على يمين المعلومة، ناقص لو كانت على يسارها. طب هنا هندسة صاد بالنسبة للقاهرة. بص ركز كده معاك كويس قوي. ركز كويس قوي. بص ادي صاد ادي القاهرة. مين على يمين مين؟ صاد على يمين القاهرة يا هندسة. يبقى اعمل ايه؟ يبقى هجمع. يبقى ايه؟ يبقى تجمع. صاد على يمين القاهرة يبقى تعمل ايه يا هندسة؟ يبقى تجمع. ماشي؟ تمام كويس جدا. يبقى اقول له ايه بقى؟ 135 درجة زائد كام؟ زائد 30 درجة وكام؟ و15 دقيقة. يبقى انا يا هندسة هعمل ايه؟ هجمع مش هطرح. يا سلام. متعة. طب يلا فتبقى كام؟ هتبقى 165 درجة وكام؟ و15 دقيقة. طب أنا حددت في بداية السؤال إن صاد دي موجودة خلاص فين؟ في الشرق، فتبقى الناتج بالنسبة لي تمييزه شرقا. مهم أوي. ماشي يا هندسة. دي بالنسبة لصاد. طب تعالى بالنسبة لسين بقى. أقول له إيه؟ ثانيا سين. ماشي. ثانيا سين. طيب يلا بينا يلا بينا. ثانيا سين. ماشي يا معلم. اول حاجه اعمل ايه؟ فرق التوقيت. يبقى احسب فرق التوقيت اهو. فرق التوقيت بين ايه وايه بقى؟ بين سين والقاهره. خلي بالك وانت بتحسب فرق التوقيت هتطرح المتقدم ناقص المتاخر. ركز. مين هنا المتقدم اكتر؟ يعني مين على يمين مين؟ القاهره. على يمين سين، فتبقى القاهره 11 صباحا ناقص 2 صباحا. صح. يبقى اطرح الاول 11 صباحا وافضل ارجع لغايه ما اوصل ل 2 صباحا. صح. طب ركز معايا. انا واقف فين؟ عند المتقدم اللي هو ايه يا هندسه؟ اللي هو 11 الصبح. هتفضل ترجع. بص برجع لغايه ما اوصل ل 5 الفجر 4 الفجر 3 الفجر 2 الصبح. شفت بقى؟ افهم انا بعمل ايه. ما يجيش واحد يقول لي هندسه بص هطرح 11 صباحا ناقص 2 صباحا. هعمل كده 1 2 3. والله العظيم انت كده مقتنع يعني؟ على فكره في طلبه كتير بتعمل كده. تقول لي هندسه كده فرق بينهم 3 ساعات. تخيل واحد يقول لك ايه؟ الفرق بين الساعه 11 الصبح و2 الصبح 3 ساعات. يا نهار ابيض. ازاي بقى يا هندسه؟ ازاي يعني؟ ده الفرق بين الساعه 11 الصبح و2 الصبح. برجع من 11 اللي هي المتقدمه لغايه ما اوصل للايه؟ للمتاخره اللي هي الاثنين. فتبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ساعات.
يبقى كام هندسه؟ يبقى طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب9 ساعات. تمام. تعالى بقى نجيب الفرق بالدقايق. ده الفرق بالساعات صح؟ يبقى الفرق بالايه؟ فرق التوقيت بالدقايق. بعمل ايه دلوقتي؟ هتضرب الفرق بالساعات اللي هو 9 في هندسه بكام؟ في 60. طلع معايا بكام؟ طلع معايا ب 540 دقيقه. ماشي؟ تمام. تعالى نحسب بقى عدد خطوط الطول. يبقى عدد خطوط الطول هيساوي ايه يا هندسه؟ هيساوي الفرق بالدقايق اللي طلع معايا ده اللي هو 540 على كام؟ على الاربعه. تمام؟ ليه على الاربعه؟ عشان الفتره الزمنيه بين كل خطي طول 4 دقائق. طلع معايا بكام؟ طلع معايا 135 خط. جميل؟ ماشي يا هندسه. تعالى بقى نحسب ايه دلوقتي؟ تعالى نحسب خط الطول بتاع س. فاجي اقول له خلاص انا عايز احسب خط طول بتاع س. هيساوي ايه؟ عدد خطوط الطول اللي هو كام هندسه؟ اللي هو 135 خط زائد او ناقص خط الطول بتاع المعلوم اللي هو بتاع القاهره اللي هو كام؟ اللي هو 30 درجه و15 دقيقه. موجب ولا سالب؟ على حسب. لو كانت على يمينها هجمع، لو كانت على يسارها هطرح. طب هنا س بالنسبه للقاهره، القاهره اللي بالاسود، السين اللي بالازرق، خلي بالك. هنا س على يسار القاهره يا معلم. يبقى اعمل ايه؟ يبقى هتطرح. فتبقى 135 درجه ناقص 30 درجه و15 دقيقه بالاله الحاسبه تطلع معاك كام؟ 104 درجه وكام هندسه؟ و45 دقيقه. طب هنا س انا اخترت اللي هي فين؟ في الغرب، فتبقى الرقم ده ايه؟ غربا. بس خلاص وكده السؤال خلص. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ يبقى دلوقتي المحاضره بقت جزئين. الجزء الاول بحسب الزمن، تمام؟ خلصت الزمن بحسب خط الطول او الموقع. ماشي؟ كل جزء ليه خطوات. انت بقى هتذاكر، هتكتب الخطوات، تمام؟ وتفهمها، تيجي تطبق على كل سؤال هتطبق نفس الخطوات. بس تبقى عارف تميز انهي المساله اللي بحسب فيها خط الطول وانهي المساله اللي بحسب فيها الزمن. ده الموضوع بسيط قوي، وانا جايب لك اسئله من امتحانات. احنا اصلا كده كده في الابلكيشن هنحل معاك اسئله من امتحانات سنوات سابقه، هنحل معاك من اسئله الشتات اللي في جميع المعاهد، مطريه واسيوط وقنا وكمان حتى ايه اسكندريه قسم مساحه وكمان قوسنا. يعني احنا مش هنسيب لك كل فكره غير لما نحلها. والمحاضره هتنزل هتذاكرها وهننزل لك شيت وهنحل لك الشيت ده برضه وهنعمل لك امتحان، يعني متابعه مستمره اول باول وتقييم مستوى. كل فتره اجي اقول لك انت ليه ما امتحنتش؟ ليه ما حلتش الشيت؟ ليه ما تابعتش معانا؟ تمام؟ احنا خلي بالك الاوائل الحمد لله بفضل الله للسنه الثانيه على التوالي، الاوائل معظم الاوائل بيكون عندنا ايه؟ بيكون معتمد اعتماد كامل على ابلكيشن مواد معدن المساحه. ده مش رايي ولا كلامي، ده كلام زمايلك. اسال زمايلك واسال الدفعات الايه؟ الدفعات السابقه. تمام؟ وبكده تكون انتهت المحاضره. تمام؟ محاضره جميله، محاضره لذيذه. ان شاء الله المحاضرات الجايه هيكون فيها افكار اكتر، هيكون فيها حل اكتر باذن الله. بس احنا لسه بادئين السنه فلسه اهو لسه بنسخن. تمام؟ لو حد عنده اي سؤال او استفسار يتواصل معايا على الرقم، تمام؟ واتساب. تمام؟ لو حد عنده اي سؤال يبعت لي. تمام؟ لو حد عنده اي سؤال يبعت لي. كان معكم المهندس حسن ناجح، بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.